بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. على الانستا انا عامله زي ما انتم متعودين، انا عامله فلتر اللي عايز يشوفني من غير فلاتر خالص، والنهارده كمان مش حاطه مكياج، انا عامله يا دوب مجموعه النو ميك اب، حتى مش حاطه كحل. يشوفني على التيك توك او الفيسبوك. منورين منورين، النهارده لايف مميز جدا، ومعانا 3 بنات برضه هيكسبوا ان شاء الله. منورة بيكي والله، منورة بيكو. اهلا اهلا اهلا. معانا مسابقة و3 بنات هيكسبوا. معانا مسابقة و3 بنات هيكسبوا، ومعانا مفاجآت كتير قوي في اللايف ده. منورة بيكي يا حبيبة قلبي، والله انتوا كمان وحشتوني، انا ببقى مبسوطة قوي باللايف. على الفيسبوك ليه مش شايفة الكومنت بتاعتكم؟ ندى العسل، والله انتي العسل. هنا حاطين فلتر ماشي محمر الدنيا شويه، ما اعرفش، بس المهم الريتش ان اللايف يتشاف. تمام. اللي عايز يشوفني من غير فلاتر ولا اي حاجه، انا موجوده على الفيسبوك وعلى التيك توك. مش حتى كحل، مجموعه النو ميك اب بس والليب بالم، مش اكتر من كده. الفيسبوك عندي فيه مشكله، انا مش شايفه الكومنتات يا بنات. ممكن نرفع قلوب من الجنب واعملوا شير واكتبوا لي كومنتات اكتر عشان يظهر الكومنتات، لان هو كده مسقط. محتاجة منكم قلوب من الجنب وشير لللايف عشان اللايف بتاع الفيسبوك يشتغل، عشان يبان لي التعليقات بتاعتكم، عشان النهارده ناوية اجاوب على كل اسئلتكم. طيب، معانا سؤال من راجل. اول حاجة منورنا. آه، اول مرة اشارك في حياتي واكتب كومنت، الكومنت بتاعك فوق دماغي. والله انتوا اللي قمر، والله انتوا اللي قمر وحلوين. سمسمتي، البوسه دي ليكي، كومنتات اهي ابتدت تظهر. منوره بيكي يا منى. أميمة حبيبة قلبي، الله يسلمك. يلا بينا يا بنات بقى، معانا 3 هيكسبوا النهاردة. ال3 دول اللي هيكسبوا ليه؟ هيعملوا ايه؟ ولا هتتكلفي ولا اي حاجة، كل الموضوع ان وانتي بتتفرجي على اللايف، هتفضلي قاعدة معايا الاول اللايف لاخره، ان شاء الله مش هطول قوي. ماشي، عشان ورايا شغل كتير جدا 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 جدا. فهتعملوا ايه يا حبايبي؟ قلوب من الجنب. كل واحد هشوف البنات من الاول اللي مشاركه معايا، قلوب من الجنب. شير لللايف كتير، كومنتات وتعليقات، والناس اللي جربت معايا منتجات هتكتب الريفيوهات بتاعتها في الكومنت. تمام. حته مهمه جدا، اهلين اهلين يا مي، مساء الورد والياسمين عليكي. بصوا يا حبايبي، حاجه مهمه قوي. اللايف بتاع التيك توك بيطير. تمام. احنا يا دوب هنا 2 شير بس على التيك توك، الكلام ده ما ياكلش عيش خالص، عايزين الناس تشوف اللايف. تمام، هنقول معلومات مهمه قوي. ماشي، فجددي النيه ان انت هتاخدي ثواب، ان انت هتفيدي بنات تانية غيرك. تمام، هنقول معلومات حلوه قوي قوي قوي. اللايف اللي على التيك توك بيطير. تمام، فلو عايزه تسالين عن اي حاجه او عايزه اي استفسار، هتخشي على الصوره بتاعتي اللي فوق. معلش هكلم بتوع التيك توك شويه وجايه لكم. ماشي، شايفه صورتي الحلوه القمر اللي فوق دي وانا باخد الجايزه دي؟ ايوه. هتدوسي عليها تلاقي الحساب بتاعي، هتعملي فولو. تمام، هتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي وتكاتي الحلوه. وبعد كده تخشي على الرسايل، تسيبي رقم الواتساب بتاعك واحنا هنتواصل معاكي. حلو كده، عشان ساعات بيحصل لنا حظر، ما شاء الله عندنا رسائل كتير على التيك توك، فبيحصل حظر الرد على الرسائل، فكل اللي بنقدر نعمله ان احنا نشوف رسالتك، ما بنعرفش نتفاعل معاكي او نرد عليكي. فبعتذر جدا على اي تاخير بيحصل خارج ارادتي تماما. تمام. على الانستا، تعالوا انتوا يا حلوين. الانستا حبيبه قلبي، انا الحمد لله في نعمه. طول ما انتوا حلوين انا حلوه. على الانستا اللايف هنزله لكم، بس بينزل من غير كل الاسئله بتاعتكم، فلو في سؤال فلت مني او ما شفتوش او ما ردتش عليه، لما ينزل اللايف بينزل كانه فيديو، بيشيل كل المشاهدات بتاعته وينزله كانه فيديو من الاول خالص. لا بينزل عليه كومنتاتكم ولا اسئلتكم ولا اي حاجه. تمام. فاول ما اللايف ينزل، انزلي اكتبي تاني الحاجه اللي انت كنت كاتباها وهيتم الرد عليكي. تمام. وبرده تقدري تخشي على اللوجو بتاع جرين شوب الحلو اللي فوق ده، وتعملي فولو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي وتركاتي الحلوه. على الفيسبوك انتوا الحبايب بقى، العيله معلش سامحوني، بس الفيسبوك دول الحبايب دول، بصوا عشره طويله قوي 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 قوي. ماشي. محتاجين شير بقى. المسابقه في كل واحده فيكم، هختار واحده من الفيسبوك ومن الانستا ومن التيك توك، هتكسب هديه مجانيه، ما بدفعش شحن.
عايزه هديتك لوحدها هتدفعي قيمه الشحن بتاعتها عشان توصلك لحد عندك، او تطلبي اوردر وتاخديه مع الاوردر بتاعك. ماشي، انا واضحه، انا صريحه. حلو كده. اللي عايزه تشترك في المسابقه تكتب الشامبو الكريمي جميل جدا، ايوه بقى. تمام. عايزه حاجه لشط البشره والتفتيح. طب بصوا هنرد على الاسئله، بس هقول لكم حاجه مهمه، اخد بق شاي على ما انتوا ترفعوا اللايفات، لان اللايفات لسه واقعه خالص. تمام. شير، قلوب من الجنب، شير وقلوب من الجنب كتير، وكومنتاتكم. ماشي، عشان الناس يوصل لها ان احنا اصلا فاتحين لايف. ماشي، يعني ما شاء الله عندنا ناس كتير جدا، بس اللايفات واقعه جدا، محتاجه تمويل ومفيش فلوس ومفيش دولارات حضراتكم عشان امول. تمام. فما يعني رزقي ورزقكم على الله، فمتكله على الله ثم عليكم. تمام، ترفعوه ريتش كويس. ممكن اتكلم عن الهالات السوداء، عينيا الاتنين عشان عيونك، حاضر. محتاجه هنا بقى شير كتير على اللايف بتاع التيك توك من فضلكم. شير، انت مش لازم تعملي شير على ممكن تعملي شير على الخاص، ممكن تعملي شير على الواتساب، ماشي، على الماسنجر، اي حاجه. اتكلم عن فطريات الشعر، حاضر بقى معانا. طب بصوا، انا هكتب المواضيع برضو عشان انا طالعه النهارده لايف مفتوح، انا حابه افيدكم اكتر من هو يكون داعيه. تمام. هكتب بس هنا كنا بنتكلم، كان في طلب عن مجموعه الهالات، عشان هقول لكم مفاجآت حلوه الاول تفرحكم. ازيك يا اميره؟ طيب احنا هنتكلم عن الهالات وتجويف العين، وكمان هكلمكم عن انتفاخات العين، يبقى غطينا العين كلها، الجيب اللي بيبقى تحت ده. ماشي. وهنقول تريكات حلوه قوي مهمه قوي، اللي بتلاقوا الناس اللي عملتها كاتبه لنا ريفيوهات جامده اخر 3000 حاجه. ماشي. دي اول حاجه. فيها بقى قشره حبيبه قلبي، انت اللي قمر يا هند، انت اللي قمر والله، طالع لكم من غير بقى مكياج ولا اي حاجه، يا دوب انت خفيفه اهو، والليب بالم وشكرا. ماشي. فاطمه بتقول السلام عليكم، ما شاء الله عليكي جميله، انا اول مره اتابع حد كويس زي حضرتك يا حبيبه قلبي. انا شعري واقف نموه ثانيه واحده تقريبا، ومجعد وقصير وجاف شويه، عايزه معلش حل جذري. طيب حاضر يا فاطمه، بس هنصحك اكتر يا فاطمه في المشاكل المركبه اللي زي كده، استفادي من خدمه الاستشاره المجانيه اللي احنا عاملينها، لسه فاتحينها. تمام. فهتبعتي رقم الواتساب بتاعك على الرسائل على الخاص بتاعت الصفحه، هتلاقي حد متخصص تحت اشرافي بيبعتلك، بنديك حبه اسئله كده بتجاوبي عليهم، لو انت عايزه نظام 2، لو عايزه نظام 1. تمام. بتبعتي صور للمشكله حسب ما الادمن هتقولك، براحتك اختاري النظام اللي انت عايزاه، بس على الاقل بالداتا هقدر افيدك اكتر. تمام. حاجات ليكي انت، بس هتكلم في الموضوع بشكل عام، عينيا الاتنين. تمام. هنتكلم في طبيعه الشعر طبعا والقشره. ماشي، لان احنا في موسم. تمام. اوكي. طيب دينا بتقول انا جربت حاجات كتير قوي، الزبدات، زبدة جوز الهند تحفة الحمد لله، زبدة الشيا العاجي وزبدة الشيا الصفراء، والكريم الملكي بالعود، ما شاء الله الكريم الملكي بالعود عامل قلبان الفترة دي، مش عارفة في طلب عليه غريب. ماشي، الله اكبر ما شاء الله. وبالعود ثانية واحدة، معلش هي كاتبة ايه عشان الكومنت ما يتوهش مني. شجر العود بيودي الجسم في حاجه تانية، في حته تانية خالص. وحليب ماسك حليب جوز الهند ومجموعه الهالات، قولي لهم بقى يا دينا، قولي لهم مجموعه الهالات عملت ايه معاكي، قولي نتائج وصلت لها، الحاجات الحقيقيه اللي شفتيها بعينك، عشان الناس هنا بتسال على الهالات. وجل الكاموميل وشامبو القشره وشامبو الكريمي التحفه، وصابون الجوز الهند ترطيب ونعومه مفيش كده، وزيت شجره الشاي وكريم الحبوب، كل حاجه تحفه. ربنا يكرمك يا دكتور ويرزقك يا رب، اللهم امين، يرزقنا ويرزقك يا رب. ده ايه احلى ريفيو ده. سمر بتقولي الحمد لله على السلامه، عمر مقبوله، متشكره لدعوتك، ربنا يتقبل، اللهم امين يا رب، يتقبل دعوتي ليكم اللهم امين. شعري بيقع جامد قوي بقاله اكتر من سنه ومش بيطول، الوصف ده مهم جدا جدا جدا. شعر الناس اللي شعرها بيقع وما بيطولش، هنقول اسرار اول مره هتعرفيها النهارده. ماشي.
ترطيب البشره والتفتيح عينينا. ماشي، هاخد حبه، مش هقدر اتكلم في كل المواضيع بس هاخد المواضيع الاهم. قبل ما نخش في المواضيع الاهم، اولا اللايف لسه واقع يا بنات على الفيسبوك. ايه ده؟ فين الاداء الضعيف ده؟ لا ده انا داخله طالعه اقول كورسات بيدفع فيها الوفات، طالعه اقولها لكم ببلاش. يعني ايه، نشتغل بضمير مع بعض بقى، يعني نساعد بعض، الله يبارك لكم. تمام. وعلى التيك توك برضه ماشي، وين وينيه عشان تاخدي ثوابها ان انت بتحاولي تفيدي الناس في معلومات مهمه بتتقال لوجه الله، والله ما حدش هيقولها لكم زي بالبساطه دي. تمام. فاعملي شير لللايف من فضلك، ماشي، ولايك. عايزه الادمن معايا بس عشان الاسعار. بصوا يا حبايبي، يوم 14 فهو عيد الحب. انتوا عارفين الناس اللي معايا من زمان انا بعتبر بالعيد الكبير والعيد الصغير. تمام. وشكرا على كده، انا ماليش في بقيه الحاجات التانية دي، ماليش فيها، يعني شخصيتي كده. يعني انا عارفه العيد الكبير والعيد الصغير، بحتفل برمضان ودخلة رمضان وكان الله بالسر عليم. تمام. بس حابه اقول لكم حاجه مهمه قوي، تهادوا تحبوا. احنا عايشين في الزمن اللي احنا فيه ده والفتره اللي احنا فيها دي، والله انت جميله وشيك قوي ورقيقه حبيبه قلبي، عيونك اللي حلوه اكيد انت اجمل. الفتره اللي احنا عايشين فيها دي كلنا عايشين في ضغوط. تمام كده. فمحتاجين كلنا نهون على بعض، ما نبقاش تقل على بعض ونزود على بعض هموم الدنيا. الله يبارك لكم. ماشي. هنستغل عيد الحب ده، مش هنعامله كراجل وست بس. اولا تقدري تهادي جوزك، اخوكي، باباكي. ماشي. الناس دي تهديهم. العكس، هكلم الرجاله، هادي اختك، هادي مامتك، هادي خطيبتك، هادي مراتك، هادي بنتك. ماشي. الحاجات دي مهمه جدا والله، بتفرق وبتهون علينا هموم الدنيا، بتخلي القلب ينشرح ونقدر تاني نقوم نكمل ونعافر معافره في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. حاجه صغيره جدا. الهدايا بقت مكلفه يا ندى، وهجيب الهديه واشتري لها شنطه بكام واعمل لها لفه بكام واجيب كرتونه هديه بكام. صح الكلام ده كله هيتقال لي من الرجاله والستات. تمام. تهادوا تحبوا، هادوا الناس اللي بتحبوهم يا جماعه. هادي بنتك، هادي بنتك. ماشي. الحاجات دي مهمه قوي، بدل ما تجيب لها الحاجه وترميها لها، اعملها لها هديه، قول لها انا جايب لك هديه حلوه. الفكره نفسها وان انا احس ان حد فاكرني وبيهديني، غير ما هو بيجيب طلبات البيت حتى لو انت زوج. ماشي. بدل ما هي طالبه منك شامبو، بدل ما انت بتجيبه لها كطلبات وهي حاسه ان ده واجب وانت بتأديه، اعمله لها كهديه. هي نفس المصاريف بس اعملها لها ككادو، كهديه. هيفرق معانا كستات. احنا تافهين قوي 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 فوق ما تتخيلوا. في اعلى المناصب واعلى المستويات العلميه والاجتماعيه، لكن احنا تافهين قوي قوي قوي، وهديه صغيره قد كده هتفرق معانا قد كده. تخيلوا بقى لو احنا بنهدي بعض بحاجات طبيعيه وحاجات الجوده بتاعتها عاليه جدا. انا هوريكم دلوقتي وهقول لكم فكره، وفكره بسيطه وغير مكلفه. اولا اي ازازه برفيوم دلوقتي مضروبه مضروبه قوي، مش هاي كابي. تمام. مضروبه معديه 350 جنيه. احنا بتكلم في المضروب. التركيب، الحاجات التركيب اللي في ازازه بايظه دي، تمام، الحاجات التركيب اللي بتتركب على الرصيف دي برضه هتلاقيها معديه 350 جنيه. تمام. فعشان انت تهدي حتى بازازه برفيوم الموضوع بقى مكلف، وانا معاكم. تمام. هنقضي على الحاجات الاساسيه ولا الشامبو ولا الكريم يا ندى ولا هنعمل ايه؟ لا انا هقول لكم فكره لطيفه قوي. انا هادي نفسي من منتجات جيفين شوب، ودي فكره حلوه قوي قوي قوي. هادي نفسك، دي مهمه قوي ان انت تهتمي بنفسك. والله انت قلتي فكره حلوه جدا، يعني انت بعد وشوش بتضحك بس الفكره جميله. ماشي. الناس اللي بتقول ما حدش رد، والله بنرد بس بالترتيب. حقكم عليا عشان احنا الوحيدين اللي بنقدم استشاره مجانيه، فبنتاخر عليكم شويه، حقكم فوق راسي انا. ثانيا الادمن لما انت بتبعتي لها الصور والداتا ما بتقدرش ترد عليكي الا لما بترجع لي انا، ولازم ارد عليها. انا قاعده معاكم دلوقتي على اللايف. هي هترد عليكي من نفسها، كله تحت اشراف، لازم الحالات كلها بتعدي عليا انا. تمام. وانا اللي بقول انت تاخدي ايه. ماشي. انا عامله سيستم مرهق بالنسبه لي جدا، بس عشان ابقى مطمنه ان المعلومه اللي بتوصل لكل واحده فيكم واصله لكم مني انا بشكل شخصي، فانا مطمنه عليها مليون في الميه. رغم ان البنات بتوع جرين شوب وخبرات البشره والشعر في جرين شوب على اعلى مستوى علمي، لان هم تدريب ايدي انا. ماشي. رغم كده بحب ابقى حاطه مناخيري في كل حاجه.
فحقكم عليا لو في تاخير، لان ده مني انا، لان انا بعمل كل الشغل وفي نفس الوقت بشرف على كل الحالات. فلو انا قاعده معاكم دلوقتي على اللايف، فالحالات اللي لسه انا ما ردتش عليها طبيعي هي مش هتقدر ترجع لك بروتين. الحته دي مهمه قوي في حقكم عليا والله. نرجع تاني لمرجوعنا. احنا يوم 14 عيد الحب. الناس اللي واخداها من ناحيه الحلال والحرام والبدع والكلام ده ما تعمليهاش يوم 14، اعمليها يوم 13. تمام. الفكره مش في اليوم ده، الفكره ان احنا نفسيا كلنا محتاجين حاجه تدخل على قلوبنا الفرحه. تمام. حتى لو هتهادي نفسك زي ما قلنا كده. الله يعينك يا رب يا رب يا حبايبي. يا الله يبارك لك يا رب، البركه البركه، ربنا يبارك لي ويبارك لي في وقتي عشان اقدر ارد عليكم كلكم. اغلب الحالات منكم هتلاقي الادمن حتى بعت لكم فويس بصوتي، يعني في حالات كتير بحب ابعت لك الشرح بصوتي انا. تمام. فحقكم عليا، بس انا محنتفه قوي في شغلي ماشي، بس والله عشان ربنا بعمل ربنا فيكم، فحقكم عليا لو في اي تاخير. نيجي بقى للبرفيوم. ممكن الادمن بتاعتنا، معلش هنا في كومنتات كتير انا اسفه لو حاجه هتطير مني، بس انا محتاجه الادمن تنزل لي باسعار البرفانات في جرين شوب. تمام. والبادي سبلاش والحاجات الاماراتي في بواقي منها باسعار قديمه. يا رب اللهم امين يا رب يا حبايبي. ايه الدعوات الحلوه دي؟ شير بقى، واحنا بنعمل دعوات حلوه كده نرفع الشير شويه وقلوب حلوه. بصي يا ست البنات، اول حاجه الهديه. ماشي. الهديه انت مش هتحتاجي تجيبي لها شنطه، لان دي الشنطه متهيألي مفيش اشيك من كده. ماشي. مفيش اشيك من كده. معلش الاسعار اهي. معلش الادمن بتاعت الفيسبوك يعني ابقي ابعتوا لي تاني لو انا يعني خلي معاكي الكومنت عشان انا هشرح وبعد كده نقول لهم الاسعار. تمام. مفيش اشيك من كده. فانت لا محتاجه شنطه هديه ولا محتاجه علبه هديه ولا اي حاجه، هي كده كده هتجيلك هديه فخيمه شيك في الباكج ده. تمام. مفيش اجمل ولا اشيك من كده متهيألي. هنيجي بقى لو انت راجل وهتهادي بنوتك بقى او خطيبتك او اي حد، عندكم البرفيوم دي الهيرا والنونيا، وهفتحهم لكم من جوه عشان تشوفوا شياكتهم من جوه وشياكه الازازه كمان. تمام. البرفيوم دي هقول لكم السعر بتاعها كام. اي برفيوم عندنا ثانيه واحده يا ايها ادمن الفيسبوك. ماشي. ابعتي لي الاسعار بتاع البرفيوم بتاعتنا احنا، عشان انا عامله عليها عرض، بس فعايزه اقول لكم على العرض. العرض ناقص عليه يومين وباولويه الحجز. ماشي. النونيا والهيرا دول الحريمي. الرجالي تمام البريزو ماشي والجوبتر دول الرجالي. حلو كده. كلهم منزله عليهم عرض بسعر واحد بس. طيب في ايه تاني؟ في عندكم البادي سبلاش السيلفر تالي ده الحريمي، والجانو الرجالي. ماشي. اعتقد دول نازلين في العرض الواحد ب 95 جنيه. الواحد ب 95 جنيه. ده البادي سبلاش يا جماعه اللي الحمد لله نجوم المجتمع عاملين له ريفيوهات رهيبه، وناس ركنوا بتاع فيكتوريا سيكريت وبيستخدموه. ماشي. منزلين لكم عليه عرض ب 95 جنيه. ما فيهوش كحول، بيترش على الجسم بكل امان. تمام. كفايه الحد اللي انت بتحبه او اللي انت بتحبيها كل ما يرش برفان هيفتكرك، هيشم الريحه الحلوه دي يفتكرك ويدعيلك. الحكايه دي مهمه جدا 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 جدا. بسم الله. انا عايزه بس اقول لكم الاسعار اهو. اوكي. البادي سبلاش يا جماعه نازل ب 95. ثانيه واحده.
اوكي انا اسفه، الصوت كده جه، الصوت جه. انا ايدي كانت دايسه على الصوت فعلا. وصل الصوت؟ ازيك يا رؤى؟ منى وجدي، انا فتحت الصوت كده، الصوت جه. طيب الحمد لله. وقفتوا لحد فين؟ طيب نرجع تاني، ما اعرفش انتوا وصلتوا لحد فين، انا معلش ما خدتش بالي معاكم. هنا الصوت شغال بقى، التيك توك الصوت شغال، ما تقلقنيش، هو كان قافل على على الفيسبوك بس. طيب تمام. هرجع تاني اقول لكم ان البرفيوم 135. تمام، ده العرض بتاعها حتى نفاذ الكميه، عشان دي بالخامات القديمه. البرفيوم دي خبره فرنسيه، صناعه مصريه، خامات مستورده للاسف. يا رب نقدر نوصل لجوده الخامات دي. شكرا يا ولاء. طب الحمد لله. تمام. اهو جالك اهو البنات بيغنوا عشان الصوت جه، ربنا يسعدكم يا رب. هيما ونونيا وقطع الصوت خالص. يا رب عمر مقبول، اللهم امين. طيب هنقول البرفانات تاني يا بنات، عشان الناس اللي ما سمعتش الصوت كان قطع. تمام، بس من فضلكم واحنا بنعمل كده نعمل شير لللايف. اللايفات المشاهدات عليها ضعيفة جدا. الابليكيشن عايزني ادفع فلوس ومفيش فلوس مفيش فلوس. الصوت جه اهو يا مي. بتعيطي ليه يا مي؟ الصوت جه، الناس كلها بتقول الصوت جه، علي الصوت من عندك. ماشي، هنقول البرفيوم تاني. تمام، اولا هو ثبات عالمي، ثبات زي البرفيوم الاوريجينال، الانواع اللي سعرها بيتراوح من 5000 جنيه وانت طالعه. ماشي، ده اختراع. تمام، مش هتعرفي قيمته الا ما تجربيه. تمام، عشان كده الحمد لله وشكر لله. الناس اللي متعوده اصلا على البرفيوم الاوريجينال وكانت بتجيب نوع واثنين وثلاثه، دلوقتي صعب تجيب ده. البديل الحمد لله احنا بنوفرهولك. جوده وشياكه وجمال وثبات ملوش زي. تمام، وطبعا ما فيهوش ريحه الكحول والهبل ده ما فيش الكلام ده خالص، لان البرفيوم دي بتتعتق زيها زي ما بتجيبي كوكو شانيل، وزي ما بتجيبي البرفيوم الحاجات الاوريجينال، البراندات المعروفه. تمام، اللي كنا عايشين عليها زمان ومش عارفين نجيبها دلوقتي دي. تمام، يعني ايه بتتعتق؟ يعني انت ممكن تاخديه الازازه، اولا هي بتجيلك اصلا بنسبه تعتيق عاليه جدا، بس انت ممكن تاخدي منهم وتعينيهم. تمام، بتاخدي الازازه زي ما هي في كرتونتها، بتحطيها في الفريزر يومين بالكتير 3، بعد كده بتاخديها تلفيها في شنطه سودا وتحطيها في البوفيه او اي ظرفه مقفوله. احلى برفيوم هيرا والنونيا، تحفه، ريحه وثبات والله احلى من فيكتوريا سيكريت اهو الحمد لله. هيرا مميزه قوي، والبادي سبلاش ريحته ترطيب ونعومه وراحه نفسيه، اما برشهم بحس ان مودي اتغير للاحسن. وده سر يا شيرين، لان فعلا البادي سبلاش احنا عاملينه بزيوت الاروما والبرفيوم كمان، وده جزء خاص بيا انا ماشي مع الصديق المصري الفرنسي. ان فعلا لما الروائح اللي فيها زهور وحاجات طبيعيه وزيوت اروما، فبتغير معاكي المود والحاله النفسيه. فده حقيقي الحمد لله وشكر لله ان احنا نجحنا نعمله. معادله صعبه جدا والحمد لله لحد دلوقتي قادرين ان احنا نعمله. حبيبه قلبي يا ام عمرو، والله انتوا اللي سكر تمام. البرفيوم نازله ب 135، قلنا عرض. تمام، لو عايزه تجيبيها ونازل منها عينات صغيره، العينه ما اعرفش ب 40 جنيه حاجه كده عبيطه. ماشي، وتقدري تاخديهم للشنطه، انا معايا على طول عشان بخليهم في الشنطه بتاعتي. تمام، اي واحده فيهم هيجيلك ده. ماشي، اي واحده هتجيلك في الشنطه دي، رجالي والحريمي. ماشي، هفتحهم لكم من جوه ونشوفهم من جوه. عايزه ادمن السوشيال ميديا تقول لي لا لا لا. طب هنقول المخمريات، خليكي معايا الله يبارك لك يا يارا. تمام، حاجه تانية حلوه جدا جدا جدا، بصوا الجمال، بصوا العسلات، هي الصوره بس مهزوزه. بصوا، هو مرسوم عليها كاندي مارشميلو. تمام، دي مخمريه طبيعيه للبشره والشعر والجسم. ماشي، بينكي شوجري، رهيبه، تركيز عالي، ثبات ملوش حل. بتقدري تستخدميه لجسمك بكل امان، وبتقدري تستخدميه كلهم. ماشي، يبقى دي البينكي شوجري، ودي بالزهور الفرنسيه، دي لاين فرنسي عالي جدا جدا جدا.
والعشاق الشرقي دي دهن العود اهو. خلينا البينك شوجر في النص عشان يتفرقوا من بعض. دول الثلاث انواع يا بنات، انا مسمياهم مخمريه لكن هم اختراع خاص بجرين شوب فقط، اختراعي انا. تمام. اولا هم سيرم، تمام، بس بصوا تقيل ازاي، سيرم تقيل جدا جدا، في شمع عسل نحل طبيعي، في زيت جوجوبا نقي جدا، في فيتامين اي، تمام، في كل الحاجات دي، وفي نفس الوقت ريحه قويه جدا. واول منتج ينفع تستخدميه للشعر لان هو خالي من الكحول تماما، تمام، فبتقدري تستخدميه لشعرك، لبشرتك، لجسمك، حتى المناطق الحساسه، بكل امان، بكل امان. الازازه دي بتقعد معاكي كتير جدا 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 لان الخامات خام. وبالنسبه للشعر نصيحتي هتحطي 2 أو 3 بامب من سيرم الشعر الاول، وبعد كده تحطي عليها من بامب ال2 من المخمريه، دلكيهم على ايدك الاول، بعد كده حطيهم على شعرك، وادعي لي بقى شعر بيفحفح ريحه حلوه. لا تقولي لي هير ماست من ابو 1500 جنيه و3000 جنيه، سيبك من الكلام ده خالص، وبيقصف الشعر وبينشف الشعر. المخمريه دي مع سيرم الشعر بتاع البندق والكافيين، خديهم الاتنين مع بعض. الزبابن الفرنسيه كمان جميله. هو في كده 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 هو في كده كده ندوش 100 100 كده، بنحبك يا نودي والله، وانا بحبكم اكتر. انا عايزه بس هجيب لكم بس انا عايزه الاسعار بتاعه المخمريات، مش عارفه الكومنت طب ليه. المخمريات يا جماعه نازله ب 75 اي نوع فيها بدل 90 فعليا والله. بتتباع الحاجات اللي زي كده طولة صغيرة قد كده معدية 400 وال 500 وال 600 جنيه. الطولة الصغيرة، الطولة الصغيرة، ماشي، وما فيهاش التنعيم ده للبشرة والجسم وتنعيم للشعر كمان، ما فيهوش الكلام ده. الطولة الصغيرة من ثبات الحاجات اللي زي كده معدية 400 جنيه، والله في براندات واصلة ل 600 جنيه، ماشي. ولو هتجيبوها من عند الناس اللي بتركب برفانات برضو بنفس الاسعار. فالحاجات دي ببلاش لحد دلوقتي، انا يعتبر ببيعها ببلاش، ورزق ورزقكم على الله، ب 75 جنيه. هديه حلوه قوي قوي. يعني انت لو الناس اللي مش عايزه تدفع حاجات كتير ممكن تجيب بادي سبلاش مع المخمريه، تمام، ويجولك في شنطه هديه زي الفل. يا سلام، بادي سبلاش ومخمريه وازازه برفيوم كلهم مش مكملين اي حاجه، تمام. فدي من الحاجات اللي بتنفع هدايا جميله وتهدي بيها نفسك، ماشي، حلوين جدا جدا جدا. انا محتاجه ادمن السوشيال ميديا تقول لي على اسعار الحاجات الاماراتي، عشان هو باقي منها حاجات بسيطه قوي بالاسعار القديمه دي. طيب الناس اللي بتسالني على البرفيوم وهو نوع ايه، احنا ما بنعملش برفانات تركيب. تمام. يعني انا ما بقلدش الكوكو شانيل، ولا بقلد مش عارفه بامب شال، ولا بقلد كذا ولا بقلد كذا. احنا عاملين لاين خاص بينا اسمه همشري، تمام. اللاين ده خاص بينا احنا. كل اللي اقدر اقول لك عليه، ماشي، ان البرفيوم بتاعتنا مش خط شرقي، تمام، ولا في حاجه شوجري ولا فروتي، ده لاين فرنسي، ماشي، في الخط الفرنسي سواء الرجالي او الحريمي، ماشي. ما فيهوش الحاجه التقيله قوي. فالحمد لله كل اللي جرب الاربع انواع سواء الرجالي او الحريمي رجع خد منهم تاني وتالت، وبياخدوا منهم باعداد كمان، ماشي. بس البرفيوم ما بيتوصفش لان الريحه اذواق، تمام. بالنسبه للمخمريات البادي سبلاش حاجات خفيفه جدا برضو، الروائح الصباحيه الحلوه دي، وبتقعد ثبات على الجسم وبترشيها على الجسم بكل امان، الرجالي والحريمي. المخمريات زي ما احنا قلنا، بتحبي الحاجات الشوجري هتاخدي البينك شوجري، بتحبي الحاجات اللاين الفرنسي الهادي، الحاجات التريشيك دي خدي المخمريه الزهور الفرنسيه. ليكي في الشرقي عليكي وعلى العود، غطينا كل الاذواق. بسم الله، منوره بيكوا يا ايمان والله. طيب هنبص بس عشان اقول لكم الاسعار، وبعد كده خشوا على الويب سايت او ابعتي رساله بقى. بصوا يا حبايبي، الكريستاله الاماراتي دي، ماشي، ثانيه، الكريستال اللي هو دهن الامراء الاماراتي ب 295 بدل 500، تمام. طيب وعطر القصر الاماراتي
ال 35 مللي ب 350 بدل 650 الصغيره دي، والاكبر منها لا الصغيره ب 250. احنا والله العظيم ده انا ببيعها باسعار ببلاش والله العظيم، بس انا ببيع بما يرضي الله. يعني الحاجات القديمه، الحاجات دي جايه لي من الامارات يعني بواقي، تمام، فانا ببيعها بالاسعار زي ما كانت جايه لي قبل الغلا اللي احنا فيه ده. ال 20 مللي العبوه شكلها اكبر بكتير، بس هي فعليا بتشيل 20 مللي برفيوم، تمام، ب 250 بدل 550، والكبيره ب 350 بدل 650. ثانيه واحده بقى عشان نفتح ونشوف الشياكه والحلاوه. دي اولا دي العرايس بياخدوها مني على طول، بيوصوني قبل الفرح بكام شهر عشان اعرف اوفرها لهم. الحاجات دي يا جماعه باولويه الحجز عشان دي بواقي، الحاجات دي باسعار قديمه عشان بواقي. دي الكريستاله اهي بتجيلك كده، طبعا جوه الكريستالات اشكال مختلفه. بصوا الجمال، هديه مش عايزه اقول لكم قيمه ازاي. بصوا تحفه. اللي جوه ده دهن الامراء، ده دهن عود خام، دهن عود خام. الحاجات دي اللي جوه دي تجيلي من صديقه بالامارات، الحاجات دي اللي بتخش القصور الملكيه فعليا مش للبيع. يعني انا جايبه لكم خامات مش اللي دارجه في السوق خالص، وكل اللي خدها جربها وهتلاقي ريفيوهات ما شاء الله نازله. ماشي، هديه جميله جدا ونازله معانا يا جماعه ب 295 بدل 500. دي اسعار قديمه، لان الازازه الكريستال دي لوحديها فاضيه دلوقتي معديه 350 جنيه. تاني الازازه الفاضيه أنا بقول لكم دي بواقي، الازازه الكريستال الفاضيه فقط، الازازه الفاضيه بس معديه 350 جنيه. احنا بنبيعها بدهن العود الخام اللي جوه، دهن الامراء بتاعها ب 295 بدل 500. 500 ده سعر قديم حضراتكم، تمام. طيب نيجي نبص على، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وصلوا على النبي معايا. نشوف بس عشان احنا بس بنبقى قافلينها كده بشرينك. بسم الله. انا اسفه لو في كومنتات انا ما ردتش عليها يا حبايبي، ماشي، بنرد والله يا جماعه. الناس اللي بيقولوا ما حدش بيرد، والله كلنا شغالين بنرد، ده انا ما بنامش ساعتين على بعض. بس على التيك توك انا عملت لكم فيديو مخصوص ونزلته لكم في الستوري، احنا معمول لنا حظر رسايل، فخش على الرساله تيجي رقم الواتساب هتلاقينا بنتواصل معاكي على الواتساب، ماشي. على حبيبه قلبي ابعتي رقمك، ابعتي رقم الواتساب بتاعك على الرسايل هتلاقينا بنتواصل معاكي، او تقدري تخشي فوق تحت الصوره هتلاقي لينك الويب سايت، خشي على الويب سايت هتلاقي علامه واتساب هتدوسي عليها ويطلع لك كل الادمنز، اختاري واحده وخشي لها. انا مش عايزه اقول لكم انا بفتح اصلا الكرتونه ريحه حلوه قوي، ماشي. دي يا جماعه شايفين شكلها كبير ازاي، بس هي فعليا عشان الامانه انتوا عارفيني، تمام، بتشيل فعليا 20 مللي بس برفيوم، بس هي شكلها يدي 50 مللي، شكلها 50 مللي. بص الشغل اللي فيها، ماشي، شكلها 50 مللي لكن هي فعليا بتشيل 20 مللي. اللهم بلغت اللهم فاشهد. نازله معانا ب 250 بدل 550. الاسعار دي اسعار قديمه جدا، ده عطر القصر الاماراتي، دي حاجات وخامات خاصه بالقصور الاماراتيه مش الحاجات السوقي، تمام. اللي جربوها عارفين كويس قوي الجوده اللي انا بقول عليها. يعني انا مش عايزه اقول براندات، بس فعليا انا عندي حاجات جوه بتاعه العربيه للعود، تمام، وعبد الصمد القرشي، دول ثابتين اكتر لما ببقى رايحه مناسبه مهمه قوي، تمام، برش من دول، ما برشش بتاع عبد الصمد القرشي ولا بتاع العربيه للعود، عشان يعني لما بيبقى عندي مناسبه مهمه جدا، ماشي. ده طب نشوف العبوه الثانيه اللي نازل عليها عرض ب 350 بدل 650. هي دي الكراتين بتاعتهم، هي جايه من الامارات كده، يعني هي جايه كده من الامارات، اوكي. بصوا انا عندي زي دي جوه. بصوا دي بقى، بصوا شكلها عامل ازاي. هي الازازه اصلا لوحدها تساوي 500 جنيه. انا مش عايزه اقول لكم، انا اصلا بفتح الكرتونه البرفيوم طالعه عليا رهيبه، الريحه رهيبه. الروائح دي طبعا شرقي،
بس مش شرقي اللي هو بتاع شيخة العود والحاجات التقيله الرخمه دي، لا لا، حاجه تري شيك، حاجه تري شيك، ثبات وفوحان. عارفين البرفيوم اللي انت تبقي رشاها وطول اليوم شامه نفسك؟ عارفين الحاجات دي اللي هي عدت ال 10000 جنيه دلوقتي؟ هو ده. ماشي. الاسعار دي ربنا شاهد عليا والله، اسعار قديمه دي، تصفيات، تصفيات. يعني انا ما اعرفش اصلا صاحبتي لما تيجي تنزلي بالحاجات دي، انا ما اعتقدش ان الازازه دي هتتباع اقل من 650 جنيه. ماشي. اللهم بلغت اللهم فاشهد، عشان ما حدش يرجع يقول لي ما لحقتش. ماشي. والله اعلم صاحبتي اصلا هتنزل تاني امتى. ماشي. انا قلنا كده على حاجات وعروض قويه جدا، هدايا قيمه جدا. الهدايا البرفيوم، اي نوع برفيوم هتجيبيه هيجيلك في الشنطه دي، فمش محتاجه تلفي لفه هديه ولا حاجه. هاتي نفسك، هاتي جوزك. على فكره الحاجات الشرقي دي بتنفع يونيسكس، يعني ينفع رجالي وحريمي. يعني ممكن تشتري حاجه واحده بس وتخمسي فيها انت واخوكي، تخمسي فيها انت وجوزك، يعني خمسي فيها انت واختك، انت يعني هندلع نفسنا. تمام. فالحاجات دي انا قلت بس اقول لكم بما ان داخل الفالنتاين، وانا مش من الناس اللي بتؤمن بالفالنتاين والحاجات دي ولا بهتم بيها اساسا. ماشي. بس والله احنا في زمن مضغوطين فيه، محتاجين اي طبطبه حتى لو هنطبطب على نفسنا. حبيبه قلبي اللي عايزين يحجزوا تاني، اللي عايزين يلحقوا الحجز، خش على رسائل الصفحه، سيبي رقم الواتساب بتاعك وقولي لها عايزه احجز كذا. ماشي. وهيتم التواصل معاكي والحجز، عينينا الاتنين. عشان اي ابلكيشن انت عليه سواء على التيك توك او على الانستا او على الفيسبوك، هتخشي على اللوجو الصفحه اللي فوق هتلاقي اصلا لينك الويب سايت، تقدري تشتري دايركت من الويب سايت زي ما بتشتري من اي مكان. في ناس ملهاش في التكنولوجيا قوي، تمام، فما بتعرفش تشتري من الويب سايت. هتلاقي في الويب سايت في الصفحه الرئيسيه تحت كده لوجو الواتساب، لو دوستي عليه هيطلع لك كل الادمنز باسمائهم. هتلاقي نفحات، هتلاقي سمر، هتلاقي جيهان، هتلاقي ساره، هتلاقي كذا. دوسي على واحده وقولي لها انا عايزه احجز كذا او عايزه استشاره مجانيه. ماشي. موجود حاجات للتخسيس، موجود معانا طبعا مجموعه للتخسيس هايله وجايبه ريفيوهات هايله ما شاء الله، وانا مثال قصادكم الناس اللي متابعيني. تمام. انا خسيت كتير جدا، وزي ما انتم شايفين انا على التيك توك وعلى الفيسبوك من غير فلاتر خالص. الله اكبر، انا كبيره من صغيره، والله اكبر. مع الخسسان اللي انا خسيته، لا شعرك بيقع ولا وشك بيكرمش ولا بيجيلك تجاعيد ولا بتفضلي متعصبه ومهيبره طول اليوم ولا في اي كلام من ده. بالعكس، نظام التخسيس مع جرين شوب بيخلي معنوياتك في السما. احنا عاوزين حد هدايا كتير. والله انا لما بدخل على السايت بتاع جرين شوب ببقى مش عايزه اخرج منه، حبيبه قلبي. انا اسفه، الفيسبوك فيه كومنتات كتير. حبايب قلبي، الناس اللي بتقولي ليكي عريانه، اولا انا مش طبيبه، وانا ضد اساسا فكره ان متخصص البشره والشعر، المتخصصين اللي هي يا دوب واخده كورس او دبلومه او حتى لو درست ان شاء الله 20 سنه ان هي تفتح عياده. تمام. انا مش طبيبه، انا خبيره اروما ثيرابي، دارسه اروما ثيرابي، دارسه تركيبات، دارسه تجميل خارجي، واخده تشريح، ودارسه التشريح بتاع الشعرايه وبتاع بصيله الشعر بتاع الجلد وطبقات الجلد في كل جزء في جسمنا، دارسه كل الكلام ده. وحاليا بدرس وباحثه في علم الخليه نفسها. تمام. والبراند بتاعي براند جرين شوب لمستحضرات التجميل الطبيعيه، اول براند مستحضرات تجميل طبيعيه 100% هاند ميد فريش، بدون اي مواد كيميكال، بدون اي مواد حافظه. ما عندناش مخزون، بنعمل لك الاوردر خاص بيكي انتي ونبعته لك لحد عندك. عشان كده بنفتح الحجز 5 ايام بس في الشهر، وعشان ننقل علمنا ويكون عند يعني بنطلع زكاة علم، احنا الوحيدين اللي عاملين استشاره مجانيه تماما تماما. مساء الفل والياسمين على عيونك انت. ماشي. عاملين استشاره مجانيه مفتوحه دلوقتي، ناقص يومين ونقفل، ناقص يومين ونقفل. هتخشي تبعتي رقم الواتساب بتاعك على الرسائل الخاص وقولي لها عايزه احجز استشاره مجانيه سواء للبشره او الشعر او الجسم. هتتكلم معاكي خبيره بشره وشعر تحت اشرافي الشخصي. ماشي. عشان نقول لك المناسب ليكي انت ايه. ماشي. في ناس ما برضاش ابيع لها من قبل ما تخشي عشان ما تزعلوش. الناس اللي مش برضه ابيع لهم دول، لو انت محتاجه علاج طبي، عشان اعيد تاني انا مش طبيبه وبحترم التخصص جدا جدا. تمام. ففي حالات بتبقى محتاجه علاج طبي جلدي،
يعني محتاجه دكتور جلديه، طبيب جلديه. فبوجهك بقول لك انت حلك مش عندي، مش تجميلي، انت حلك لازم تروحي لدكتور جلديه. انا لسه قايله كل العروض ومكتوبه فوق في الكومنتات، ماشي؟ مش هطلع اطور في الكومنتات تاني. لسه قايله كل الاسعار بتاعت البرفيوم يا جماعه، سواء الاماراتي او المصري او البادي سبلاش او المخمريات. تمام؟ عايزه برضو العروض تاني، الادمن هترد عليكي في الكومنت، وممكن ابعتي على طول على الرسائل عشان تلحقي، لان كل الحاجات دي تصفيات يا جماعه. اللهم بلغت عشان الناس. ثانيه واحده، جوجو يوسف بتقول حاجه. حضرتك محترمه والفريق المساعد ليكي ميرسي جدا، شهاده فوق راسي والله العظيم. احنا الشير واقف يا جماعه. الانستجرام انا شايفه ان انتوا محدش فيكم يستاهل بصراحه ان هو يكسب. يعني اللايف كله عليه 20 بني ادم، ماشي؟ مفيش اي مجهود، مفيش اي مجهود بيتعمل بصراحه. الاسعار يا بنات خشوا تاني، انا قلت الاسعار، مش هفضل طول اللايف اقول اسعار عشان محتاجه ارد على بقيه البنات. خشي على الحساب من فوق هتلاقي لينك الويب سايت، خشي هتلاقي اسعار كل حاجه. مش عايزه تتعبي نفسك خالص، خشي على الرسايل قولي لها عايزه اعرف اسعار العروض بتاعت كذا وكذا وكذا، هتقول لك العروض. حلو كده؟ تاني، حبايب قلبي، ده التنت والله بتاع جميل شو. الناس بتقول لي انت حاطه ايه؟ انا مش حاطه حاجه، باين حتى ان انا مش حاطه حتى كحل، واهو مش حاطه حاجه. ده التنت مجموعه النو ميك اب بتاعت جميل شوب، مرطبه وشي بزبده جوز الهند. اقول لكم اللي انا عاملاه بالظبط. تمام؟ انا مرطبه وشي بزبده جوز الهند، وبعد كده حطيت الصن بلوك بتاع جرين شوب، بعد كده النو ميك اب، مجموعه النو ميك اب السنو وايت اهو، حطيت السنو وايت. وبعد كده التنت بتاع جرين شوب حاطه منه حاجه بسيطه فوق عيني، وحاطه على خدودي ونوزي وعلى شفايفي، وحاطه في الاخر خالص ليب بالم برضو بتاع جرين شوب. هو ده كل اللي انا عاملاه، يعني مرطبه وشي وحاطه الصن بلوك، حاطه كريم التفتيح ده اللي بجوز الهند الطبيعي التحفه ده. تمام؟ انا عايزه بس اوريكم عشان الناس اللي بتقول لي حاطه ايه، مش حاطه حاجه، باين ان انا مش حاطه حاجه بس مع جرين شوب بيبان وشك منور زي الفل. بصي يا حبايبي، هنحط الايدين اهو زي بعض. انا هحط هنا، هحط هنا الصن بلوك، هحط صن بلوك بس، ماشي؟ وبعد كده هحط السنو وايت. المجموعه بتاعت النو ميك اب فيها عبوه سنو وايت صغيره، عملت لكم العبوه الصغيره بتاعتها برضو موجوده عشان اللي عايزه تجرب والميزانيه على قدها. اهو ريحته تجنن. انا طبعا كده حطيت كتير لان الخامات خام، بس هوريكم فرق التفتيح بيفلتر الوش بقى، عشان كده بقدر اطلع هنا وهنا من غير فلاتر. هنا حاطه الفلتر عشان الريتش يعلى وبرده ما بيعلاش بصوا شايفين الفرق؟ انا ما عملتش حاجه هنا، مش باين قوي عشان الفلتر، ماشي؟ هنا وهنا باين الفرق ما شاء الله، الله اكبر، فرق التفتيح باين، باين فرق التفتيح جدا. هو بيفتح وشك من درجه لدرجتين من لون بشرتك الاساسيه. من الاخر بتحسي ان وشك متفلتر وما عليهوش طبقه سد المسام ولا حاجه، وشك بيتنفس وخامات طبيعيه، فوشك بيتعالج، ماشي؟ وفي نفس الوقت بحط التنت بتاع جرين شوب، بس انا بدرب لونين او ثلاثه مع بعض، ماشي؟ الثلاث الوان بدربهم مع بعض عشان يديني الدرجه الطبيعيه. انتوا يعني الناس اللي على الفيسبوك بالذات باين ان انا مش حاطه حاجه، يعني انا لولا انا قايله لكم، لو قلت لكم انا وشي كده طبيعي محدش هياخد باله خالص ان انا حاطه حاجه، ماشي؟ ودي الشطاره، دي الشطاره. تمام؟ فانا حاطه والسنو وايت على فكره بيتحط تحت العين، انا بحط منه تحت العين، بثبته تحت العين ببيبي باودر خفيف او باودر خفيفه بس لو انا خارجه او حاجه، انما وانا في البيت ما بثبتش بباودر، ماشي؟ وبحط التنت بس وشكرا وكان الله بالسر عليم، ماشي؟ كانك عامله فلتر طبيعي، مجموعه النو ميك اب فلتر طبيعي. بس اهم حاجه ما تحطيش السنو وايت على بشره فيها قشور او جافه، عشان كده هتلاقيني انا وشي بينشف جامد في الشتاء، فعشان كده برطب بالزبده وبعد كده احط الصن بلوك وبعد كده السنو وايت.
حبيبه قلبي منوراني. حبايبي اللي في السعوديه وبره مصر بعتذر لكم والله ان انا ما عندناش شحن دولي. ماشي، بس قبل ما تنزلي وانت بتحجزي تذكره الطياره كلمينا، حتى لو مش فاتح حجز هجهز لك اوردرك مخصوص. المنتجات ينفع تتشال الجهاز؟ المنتجات كلها صلاحيه سنه، حفظ في التلاجة. تاني منتجاتنا لان انا ما عنديش مخزون، انا بجهز لك المنتج بالطلب بالحجز، فسنه صلاحيه وانت حافظه الحاجه في التلاجة. والله انت اللي قمر يا بسمه. الصن بلوك تحفه. الصن بلوك يا جماعه بتاع جرين شوب هو مش بس بيحمي، بيفتح، اللي هو الحلو الزئبق ده الجميل ده. وعامله لكم منه العبوه الكبيره، مش عارفه العبوه الكبيره فين، ماشي مش لاقياها هنا. في منه عبوه كبيره عائليه ونازل عليهم الاتنين عرض. ده بيفتح البشره، بيوحد اللون، بيغذي البشره، بيعمل كل حاجه حلوه. بنستخدمه للوش وللعين. في عندي ستات بيستخدموه كمان في تفتيح المناطق الحساسه، كمان هايل مع الروتين. والله انت اللي عسوله والله يا رونا، ميرسي لذوقك. ماشي طيب. انا ايه، انا اسفه. عندي شركة شحن دولي شغالة فيها، ممكن اساعدك في الشحن، تقدري تبعتي لنا على الخاص. بس الفكرة كلها احنا منتجاتنا زيوت وسوائل وحاجات طبيعية، فبتحتاج سيستم معين للشحن عشان ما تبص على ما تروح للعميلة. وباخد منك ضمان عشان انا بس عندي قصة الناس اللي عشان معانا واحدة، معلش يا جماعة، يا رب يبقى في حل لموضوع الشحن الدولي ده. تمام. انا باخد، يعني انا ما باخدش مرتجعات، فلو الاوردر باظ منك في الشحن الدولي ماشي انا ما بدفعش جنيه، انت اللي بتحملي الشحن وانت بتتحملي قيمه المنتجات بترجعها لي. يعني العميله في الدوله اللي انت بتشحني لها تمام حقها ان هي تستلم الاوردر كله مظبوط تماما، ما فيهوش حاجه خرج او حاجه مدلوقه. لو هتقدري توفري ده تمام كلميني. لان ناس كتير بتخش لي شحن دولي بعد كده لما بتعرف الشروط بتاعه الشحن عندي ما بتتراجع. تمام. لو هتقدري تشحني مواد طبيعيه لدول بره مصر تمام توصليها مظبوط والعبوات مظبوطه وتكوني مسؤوله عن ده تماما. انا ماشي اكيد مش هتكلف شحن دولي للعميله الكلام ده كله. تمام. كلميني تواصلي معايا يا ريت يبقى عندي شحن دولي. طب في مصر لو اتدلق الشحن شركه الشحن بتشيل طبعا. ماشي، مسؤوليه شركه الشحن، هي بتستلم مني المنتجات زي ما انتم شايفين كده، عبوات محترمه جدا مقفوله بشرينك حراري. تمام. فما عنديش فرصه اساسا، ما بسيبش فرصه ان حاجه من عندي تبوظ، فلو حاجه باظت من شركه الشحن شركه الشحن تتحملها. عشان كده يا حلوين انا على طول ببعت لكم على الفاتوره ايه ماشي استلمي اوردرك بالقطعه. ليه؟ ماشي عشان لما هتستلمي اوردرك بالقطعه لو في حاجه مكسوره او مدلوقه او اي حاجه شركه الشحن اللي بتتحملها. انا ماليش ذنب ان انا اشيل، كل واحد بيعمل شغله، فاللي يبوظ شيء عليه انصلاحه. لو حضرتك بقى ما رجعتيش اوردرك بالقطعه ورجعتي بعد ما المندوب مشي قلت لي كذا مدلوق ولا كذا مكسور ما عرفكيش، تبقى مشكلتك انت، انا برضو ماليش دعوه. انت انا مدياكي حق ما حدش بيديهولك، انت ما حافظتيش عليه ما عرفكيش. تمام. لان شركه الشحن اول ما المندوب يمشي بيقول لي لا هي مستلمه ومستلمه الحاجه مظبوط، مش هقدر اقول له انت كداب ولا هقدر ارجع لك اقول لك انت كدابه. بس كل اللي انا هقدر اقوله مش مسؤوليتي، انا بعتها لك بقول لك استلمي بالقطعه بعد ما المندوب يمشي ما عرفكيش. لان اصلا انا شخصيا ما بلاقيش حد يديني هذه الميزه. انا لما بشتري اي حاجه اونلاين المندوب اصلا ما بيفضلش يسلمني الكيس المقفول المتبرشم لما بياخد فلوسه ويجري على السلم. حتى اقول له اشوف يقول لي لو شفتي في حاجه غلط بترجعي للصفحه ما بترجعليش انا. ماشي. ولو عايزه ارجع حاجه او مقاس غلط او اي حاجه غلط بدفع شحن تاني والله العظيم عشان المندوب يجي ياخد اصلا الحاجه. ماشي. كل الويب سايت وكل الويب سايت حتى العالميه بتشتغل بالنظام ده. انا بديكوا اوبشن مش موجود في حته تانية، ان انا بقول لك المندوب واقف افتحي اوردرك وراجعيه بالقطعه. تمام. عشان اللي غلط يشيل غلطه ما تشيلهونيش انا. تريقلي عدنان العيب وازح. عندنا حاجات للفراغات، الناس اللي بتسال جديده معانا، عندنا منتجات لفراغات الشعر وحتى الصلع الوراثي ومعانا ريفيوهات وصور قبل وبعد. عندنا منتجات لزياده معدل طول الشعر حتى لو شعرك عاجز بقاله سنين. عندنا حاجات لترميم الشعر وعلاج التقصيف والهيشان والتجاعيد.
عندنا حاجات كمان للقشره والاكزيما والصدفيه بتاعت فروه الراس، كل ده بنخلص منه تماما. ده بالنسبه لشعرنا. بالنسبه لبشرتنا عندنا ترميم البشره، عندنا حاجات للتفتيح، عندنا حاجات للكولاجين، عندنا حاجات للمسام، عندنا حاجات للحبوب. تمام. بالنسبه للجسم عندنا حاجات لجلد الوز، عندنا حاجات لتفتيح الجسم، عندنا حاجات لترطيب الجسم، عندنا حاجات لتنعيم الجسم. بالنسبه للرجلين عندنا مجموعه الباديكير اللي بتخلي رجلك زي الملبن بالقشطه. تمام. ايديكي عندنا منتجات بسيطه للايدين. رموشك حواجبك عندنا مسكره بتنفع للاتنين. ماشي. عايزه شكلك حلو كده زي ما انا طالعه على الفيسبوك والانستا ومش محتاجه تحطي فلتر اساسا، عندنا منتجات توصلك للمرحله دي، بس مهم انت تلتزمي مظبوط. عندنا هالات، تجويف تحت العين، كل الكلام ده عندنا مجموعات بتقدر تعمل الكلام ده. ماشي. انا عندي 60 سنه لسه صغيرين. اه والله لسه صغيرين. تمام. عايزه روتين للبشره تقدري حضرتك تتنورينا، ابعتي رقم الواتساب بتاعك على الخاص. تمام. على رسائل على الدي ام. تمام. وقولي لها عايزه احجز استشاره. تمام. هتكلم معاكي بخبير بشره وشعر تحت اشرافي، ونعرف حضرتك محتاجه ايه بالظبط، ونبعتهولك لحد عندك وفوقيه بوسه. اتمنى اخد خصم بعد كل اللي انا بقوله ده يا رونا. يعني بعد الناس اللي بتقول لي عايزه خصم، ببقى عايزه اعضك. يعني بصوا انا ست مؤدبه، ما تطلعونيش عن شعوري. حبيبه قلبي يا امل، معانا الشيف امل رامي عن تجربه منتجات جميل شوب روعه. يا جماعه انا ببيع ببلاش. انا اصلا انا بخسر. ماشي. يا رب ما يجيب خساره. ماشي. بس انا ببيع الاسعار اللي بنبيع بيها مش موجوده ولا في السوق المصري ولا الغير المصري بالجوده دي. فمحدش يقول لي اخد خصم ايه اللي تاخديه. يا لهوي، ما تيجي تاخديني لفينا انا هديه وخديني معاكم. بتحبيني؟ لا ما تثبتنيش يا رونا وتقولي بتحبيني. الفني هديه واجيلك مع الاوردر، هو ده اللي ناقص. مش اعمل ايه تاني؟ اقطع نفسي بصدفه التوته. حبايب قلبي والله انتوا اللي مكسب، ربنا يسعدكم يا رب. حاجه للحفر في حاجات لاثار الحبوب وفي حاجات للحبوب. في انواع حبوب بقولك لازم تروحي للدكتور جلديه حسب ما بشوف الحاجه. بالنسبه للحفر والندبات علاجها صعب مش سهل، وما بتتحلش بنسبه 100%، خاصه لو الندبات دي جينيه. يعني احنا طبيعه البشره اساسا في الجينات بتاعتنا على طول في حفر في البشره، او انت عملتي معاملات كيميائيه حاده على بشرتك وصلت ان بقى في ندبات في البشره. في الحالتين دول لو الندبات بسبب الحاجتين دول، تمام، علاجهم بيبقى صعب. انا مش من الناس اللي بتشبطك في الهوا كده وتقولك وتعالي يا حبيبتي وكل حاجه هتبقى تمام. انا بقول الحقيقه من الاول. علاجهم هيبقى صعب. تتحسن تتحسن، نسيطر عليها نسيطر عليها، تخف بنسبه 100% لو السببين دول لا. ماشي. زي ما بيجي لي مثلا جاي لي حاله كلف النهارده، قلت لها وشك هيبقى زي الفل، التزمي بس والكلف ده هيروح تماما. وحاله بعديها على طول عندها كلف، بس طبعا بقاله 10 سنين وبهدلت وشها تقشيرات وليزر وكلام من ده. قلت لها الروتين بتاعها، قلت لها هتلتزمي مظبوط، والنسبه لا تتعدى ال 45% من قبل ما تدفعي جنيه. دي حاله كلف ودي حاله كلف، بس من حاله لحاله بتختلف. بس انا بكون واضحه من الاول، ما بشبطش حد في احلام او اوهام، ما بنبيعش الوهم. في حل لاثار الحروق من البوتاجاز. بصي يا حبيبه قلبي، الحروق واثار الحروق وخاصه اللي قاعده بقالها وقت طويل علاجها طبي مش طبيعي. محدش يقولك ولا تشوفي اعلان يقولك هيضيع اثر حرق بقاله سنين على جلدك. الكلام ده محتاج علاج طبي، والعلاج الطبي مش تقشير بالليزر ولا خلطات ثلاثيه، لان الكلام ده بيخلي الحاله تسوء اكتر بتجاربكم انتم. تمام. تبقى محتاجه علاج طبي. ونصيحه الله يبارك لكم، عشان انا بيجيلي السؤال ده كل يوم وقلبي بيتعصر. ماشي. الله يبارك لك، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم. اللي يحصل بعد الشر اي حرق اتعاملي معاه على طول، ما تهملوهوش، ما تهملوش يا جماعه الحروق. الله يبارك لكم. قمه الاخلاق والاحترام يا مدام ندى. تسلمي يا رب، تسلمي، اللهم امين. احنا المفروض نديكي هديه على منتجاتك واختراعاتك وامانتك، جزاك الله كل خير. ايوه يا شيرين انا معاكم، اللي عايز يهديني انا بقبل هدايا عادي. انا احب تقولوا لي هدايا بعد كل اللي انا عاملاه ده، لا. انما انتوا هتبعتوا لي هدايا، انا بقبل هدايا وبقبل الدلع عادي، وبقبل الاطراء والتصفيق والتطبيل، بقبل كل الكلام ده، ما عنديش مشكله. والله انتوا اللي احلى بنات في الدنيا.
ثانية واحدة. اوكي معلش، في تليفون بس، انا اسفة. اوكي ماشي، هتكلم. احنا كنا قلنا على كام موضوع هنتكلم فيهم عشان اللايف طول. انا شايفة ان مفيش شير، وشايفة ان مفيش شغل بهدية واحدة لواحدة فيكم. احلى فيكم، احلى هديه من اليونان مستنيه يا بسمه. حبيبتنا بسمه اهي مستنيه الهديه من اليونان، انا مستنياها ان شاء الله حته جبنه. انا مبسوطه جدا. ماشي، قطعه بيتزا. ماشي. بيتزا. ماشي. زيت البابونج وفول السوداني، البنات بيقولوا لك زيت البابونج وفول السوداني للحرق، ده فعلا بنستخدمه كده مع زيت الشيا العاجي بديل الميبو. تمام، بس لو هو لسع خفيف من البوتاجاز اول، يعني ما شاء الله انا كان في حرق هنا كنت طالعه لكم بيه، الله اكبر ما شاء الله، هو راح بلا اثر. يعني كان اللايف الشهر اللي فات كان في حرق كبير هنا، عامل لي مثلث محترم كده من الفرن. ماشي اهو ما شاء الله، الله اكبر. هنا اهو من غير فلاتر ايدي اهي. ماشي، زيت البامونج والفول السوداني والصن بلوك والمرطبات على طول. ماشي، بتضيع الكلام ده، بس اتعامل على طول وابقى عارفه ان الحرق ده يا دوب كده حرق خفيف. ماشي، مش حرق بعد الشر درجه ثالثه ولا حاجه. ماشي، عشان بس بركز في الكلام ده. بس كده انت تؤمري تسلمي لي يا بسمه، بهزر معاكي. انتوا احلى مكسب في الدنيا، وانتوا احلى هديه في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا. طب يا راوية، راوية بتعمل شير، مين تاني بيعمل شير؟ انا مش شايفة شيرات خالص. مين تاني بيعمل شير على الفيسبوك؟ الانستجرام انتوا في البلالة، انتوا ما فيش ما شاء الله الريتش واقع، كان 20 بقى 16. احلى هدايا لدكتور ندى، تسلمي يا جوجو والله. طب في سؤال هنا محترم قوي بجد والله، تسلمي يا ندى. بصوا يا حبيبة قلبي، هاجر بتسأل سؤال مهم قوي قوي قوي. هاجر شكلها اول مرة تتابعني. تعالي يا جوجو. حاجه بتقول لي ايه المنتج اللي بيفتح ويوحد لون البشره؟ عشان لسه كان جاي لي سؤال زي كده، واحده كانت عايزه منتج يعمل تساقط، يعالج التساقط ويطول الشعر وينعم الشعر ويعالج التقصيف والهاشم. ما عندناش، احنا مش خديجه المغربيه. نفسي والله، لسه النهارده بعت فويس لواحده قلت لها نفسي يبقى ربنا مديني قدره خارقه واعمل لكم حجاب صغير كده تحطيه تحت المخده قبل ما تنامي. تصحي الصبح انت ما تعمليش حاجه، انت بتحطيه بس، تحطي الحجاب بس كده. تصحي تلاقي شعرك ما شاء الله بيخف، بشرتك بتنور، الاماكن الغامقه في الجسم بتفتح، وكل حاجه تبقى تمام. انا نفسي ربنا يحبيني بقدره خارقه. بس احنا انا بني ادم زيكم، بمشي على الارض عادي. تمام، كل اللي بعمله اني بطيع ربنا في كل منتج من دول بعمله لكم. ماشي، وبطيع ربنا في السعر اللي بديكوا بيه. حلو كده، ده اللي بقدر اعمله، وبتقي ربنا ان انا بحاول. يا ريت والله، يا ريت يا بسمه، انا كنت نفعت نفسي يا ماما، انا ما كنتش تعبت نفسي والله في روتين وسكرابات وماسكات وترطيبات وحاجات. تمام، بس للاسف ما باليد حيله. انا مش خديجه المغربيه، وما عنديش قوه خارقه، ولا بقرا مثلا قوي على المنتجات ولا حاجه. احنا بندعي المنتجات تخش عليكم بالبركه والفرحه والشفاء، وشكرا على كده. تمام، فمفيش حاجه اسمها ان انا بشرتي مهمله فيها، ماليش روتين خالص للبشره. تمام، ولا ملتزمه بصن بلوك، ولا مهتمه بترطيبات، ولا بعمل اي اخر ان انا بشوف اي وصفه ولا حاجه بروح اهبدها على وشي، وفي الاخر عايزه منتج واحد يضيع كل الكلام ده. الكلام ده مش علمي، ما بنبيعش الوهم. ندى الهمشاوي ما بتبيعش الوهم للناس. تمام، طب بالنسبه للشعر مفيش برضه منتج واحد اوحد. ماشي، هيطول شعري ويتقله وينعمه في نفس ذات الوقت. ماشي، واللي يقولك كده كداب. ما لسه ما حصلش. هتلاقوا اعلانات بحاجات زي كده كتير، انا عارفه والله وحاسه بيكم، بس فعليا كلكم جربتوا الاعلان بتاع المنتج الاوحد ده لكل حاجه، جاب نتيجه؟ ما شفناش. انتوا بتخلصوا المنتج وشكرا، انما زي ما حطيتيه زي ما شلتيه. ماشي، عشان ما فيش الكلام ده. هو لازم سيركل كامله، روتين نمشي عليه مظبوط، نشوف نتائج مظبوطه. ماشي، ابو سريع ده ما بيخلصنيش من المشكله. ابو سريع ده ما بيخلصنيش من مشكله. احفظوا الكلام ده، محدش هيقوله لكم غيري، كله عايز يبيعه بس. تمام، الحاجه الهوا دي مش هتضيع اهمال سنين يا جماعه، مش هيحصل. نبقى بنضحك على بعض كلنا.
مش كنت انا والله، انا لو في حاجه ابو سميع ده ويعمل كل حاجه هبيعه وهنبسط واعمل مبيعات عاليه بقى واغلي المنتج، اعمل زي الناس التانية اللي بتكسب 5000% في العبوه الواحده دي، واقعد حاطه رجل على رجل كده وهانم والله. طيب يا دكتور، انا بعاني من تجعيدة ايدي واسمرار، عندنا روتين بسيط جدا يا سدرة بيخلصك من القصة دي خالص، ماشي، ونازل عليه عروض، ضوافري بتتكسر، نفسيتك تعبانه ليه من الموضوع ده؟ الموضوع بسيط قوي قوي قوي. تمام، انا مش عايزه اقول لك انا ايدي مش حلوه كده على طول، لا، بيجي لها اوقات انا اصلا مريضه اكزيما وايدي بتكرمش كرمشه بنت لذينه. تمام، بس بالعنايه الصح بترجع تاني مظبوط. الضوافر عندنا مقوي اظافر هايل هايل هايل، تقدري تستخدميه حلو قوي. زبده الفراوله يا ندوش تنفع ترطيب للجسم الحساس؟ ينفع يا منى، بس لو ما عندناش التهابات. ربنا يرزقك يا رب الخير والخير كله، اللهم امين اللهم امين يا رب. ميكس الضوافر ينفع للاطفال؟ ينفع، مفيش منه مشكله، ده مجموعه زيوت وفيتامينات طبيعيه، فينفع للاطفال مفيش منه مشكله. انا عندي التلاجة والتسيحه كلها حاجات منتجين جميل. شوف ايوه بقى الكلام الحلو بقى. طيب انا عايزه بس فيه، عشان هنا كان اكتر الحاجات عن العين. دكتور آية الجرح معانا منورانا، اهلا 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 اهلا. بصي يا حبايب قلبي، اكتر سؤال عشان انا طولت معاكم في اللايف، ماشي، الهالات والتجويف والانتفاخات بتاعت العين. عندنا مجموعه اسمها مجموعه الهالات. مجموعه الهالات دي انت بتاخدي الست على بعض وعليه بدل خصم خصمين لمده يومين. ده ايه الجمل؟ انا عليا جمل هايله والله العظيم. معانا مجموعه الهالات ناقص يومين وعليها بدل خصم خصمين. تمام، هتاخدي المجموعه دي حضرتك، وهتاخدي معاها الصن بلوك ده، وهتاخدي معاها زيت الكافيين. لو عندنا تجاعيد، ماشي، يبقى هناخد زيت الجليسرين النباتي وسيرم الهيلورونيك اسيد كمان مع المجموعه. تاني، احنا لسه صغيرين ما عندناش تجاعيد ولا خطوط عند العين، يبقى مجموعه الهالات مع صن بلوك كفايه قوي. ماشي، ممكن تاخدي زيت الكافيين وخاصه الناس اللي عندها غمقان قوي تحت العين. ماشي، ليه زيت الكافيين برضو؟ انا عايزه اقول لكم ان الكريم ال 15 مللي اللي سعره عدى ال 5000 جنيه دلوقتي عشان فيه كافيين مع اي اويل. تمام، بس ماشي، فانا بديكي زيت الكافيين الخام، واصلا المنتجات فيها كافيين. تمام، فعشان كده ما شاء الله الناس اللي ماشيه معانا على روتين الهالات الدنيا بتختلف معاهم سما وارض، الله اكبر ما شاء الله. تمام، طيب لو انا عندي تجويف، احنا قلنا كده المنتجات الاساسيه. لو انا عندي تجويف زي ندى كده، انا اصلا عندي تجويف تحت العين، فكل ما بنكبر في السن انتاج الكولاجين طبيعي كلنا بيقل، فهيحصل ايه؟ ان الحته دي تهبط لجوه زياده، فتديني انعكاس بايه؟ بغمقان زياده. حلو كده. طيب مع روتين هعمل ايه؟ الناس اللي عندها تجويف لازم تاخدي الهيلورونيك اسيد مع زيت الجليسرين النباتي. ليه؟ لان الهيلورونيك اسيد مع زيت الجليسرين النباتي بيعملوا امتلاء، تاني بيعملوا امتلاء، فبنحطهم. صن بلوك قمر، والله انت القمر. زبده الصعد فظيعه، ايوه بقى زبده الصعد دي اللي بتقلل الشعر في الجسم، نازل لها ريفيو حلو اهو. ماشي، مجموعه الهالات تحفه، ايوه بقى قولي لهم عملت ايه. احنا نازلين لنا ريفيوهات حلوه على مجموعه الهالات، كل اللي جربت حاجات للهالات والعين تكتب بقى يا بنات. تمام، وانا هشرح دلوقتي. انا عندي تجويف بتاعت العين، ده معناه ايه؟ ان انا محتاجه الحته دي تعلى شويه، الكولاجين ما يقلش فيها، فما تفضلش تهبط كل ما اكبر سنه بعد التانيه. فده اللي بحافظ عليه، ده بايه؟ بسيرم مع روتين الهالات هيبقى سيرم الهيلورونيك مع زيت الجليسرين، بحطه على المكان اللي فيه تجويف. السيرم الهيلورونيك اسيد بتاعنا ماده مالئه هايله جدا مع الاستخدام، عشان كده العكس بقى. طب والناس اللي عندها تجويف استخدمي المجموعه بتاعت الهالات، بتجيلك، معلش هو الغطا بتاعه واقع، ماشي، بيجيلك الكريم الشايني اي مع جيل الكاموميل، دي المرطبات اللي جوه المجموعه. حلو كده. الناس اللي عندها تجويف هتستخدمي الكريم عدد مرات اكتر، يعني الجيل هنستخدمه مرتين في اليوم، بس تقدري تستخدمي الكريم ان شاء الله 3 4 5 مرات في اليوم. الناس اللي عندها تجويف. العكس بقى، لو الناس اللي عندها جيب تحت وانتفاخات تحت، الناس اللي عندها جيب تحت العين وانتفاخات سواء وراثيه او غير وراثيه، المجموعه لما هتجيلك، اولا سيرم الهيلورونيك اسيد ما يتحطش تحت لان هو ماده مالئه فهيزود معاكي الانتفاخات، فاوعي تعملي العمله دي.
تمام. هو ماده مالئه وما شاء الله فعال جدا وتركيزه عالي جدا، تمام. فما بنحطوش على الانتفاخات، ده بنحطه للناس اللي عندها تجويف وخطوط تحت العين. ماشي. نيجي للروتين الاساسي. المجموعه قلنا بيجي جواها ايه؟ الشايني اي اللي بالكافيين وريحته تحفه، ماشي، وجل الكامومايل والاناناس للعين، ماشي. لو عندك تجويف هنحط الكريم عدد مرات اكتر في اليوم. لو عندك انتفاخات هحط الجل عدد مرات اكتر في اليوم، يعني هكتفي بالكريم مرتين بس في اليوم، والجل حطي 4 5 6 مرات في اليوم. الناس اللي عندها جيوب تحت العين هقولك على تركايه هايله، كده كده معاكي المنتج. هتجيبي قطن، ما تشتريش القطن حبيبه قلبي. مجموعه الانبات روعه، شعري بقى في حته تانية. الله يبارك لك بجد، تسلمي يا امان، تسلمي يا امان. الوحيده اللي بتقول تكات كل منتج، حبيبه قلبي، يا رب تستفادوا بيها، لان فعلا في حاجات تنفع ناس وناس لا. يعني الناس بتاخد الحاجه مش حافظين مش فاهمين، لا. فارجع تاني، ماشي. الشايني اي هنستخدمه عدد مرات اكتر لو عندكم تجويف زي كده وعندنا هالات. طب الناس اللي عندها جيوب يعني الحته دي عاليه، هستخدم الجل اكتر. الجل بيهدي الانتفاخات، بيفش، بيخليها تفش من الاخر بالبلدي كده، ماشي. طيب ممكن نعمل تكايه ايه وانا كده كده معايا المنتج الهايل ده اللي مش هتلاقوا زيه في الدنيا؟ ما تجيبيش القطن بتاع المكياج اللي بقى غالي قوي ده، لا. كيس القطن حلو قد كده ب 20 جنيه في الصيدليه، قطن طبي مصري فله، يستاهل بوسه، ماشي. هتقطعيه دواير صغيره، ماشي، تمام. ميرسي يا اجمل ندى، ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. لسه هكمل شرح وهقول تكات حلوه قوي لموضوع العين، عشان تعرفوا الناس اللي بتقول ريفيوهات حلوه قوي بتفرق ايه عن اللي واخده نفس المجموعه والريفيو بتاعها نص نص، ماشي، بالتريكات الصغيره دي. هتجيبي القطن، قلنا ايه؟ مش هنجيب القطن الغالي، ماشي، احنا اولى بكل قرش. هنجيب القطن المصري الحلو من الصيدليه، الكيس حلو كده اهو، تمام، ب 20 جنيه متهيألي. هتقطعي دواير وتبططيها كده، وهتجيبي الجل وتروحي بس وهو ساقع. جوجو انت عملتي لي قلب فوق، انا اعتقد ان دي هديه، ميرسي يا جوجو، البوسه دي ليكي. بصوا يا حبايب قلبي، هتجيبي القطنه، تمام. القطنه في مزيل ميك اب يا جماعه، زيت الجوز الهند من ضمن الحاجات. زيت جوز الهند التجميلي عندنا مزيل مكياج هايل وبتلاتة تعريفه بالنسبه للاسعار. مزيل مكياج وطبيعي وبيشيل المكياج حتى الووتر بروف بشكل رائع، تمام. مش عارفه هو بكام، معرفش سعره 40 جنيه ولا ايه حاجه كده، ماشي. هنيجي تاني الناس اللي وقفنا عند الناس اللي عندها جيوب تحت العين وانتفاخات. هتجيب الجل ده ساقع من التلاجة، الخطوه دي بالذات صفر ده بقى. وهتمسكي القطنه اللي احنا قصيناها دايره دي، هنعتبر ثانيه واحده عشان ايه، انا عايزاكم ايه، مش هقوم اجيب قطن بصراحه، بس احنا ممكن نقوم ايه، نجيب منديل. بسم الله. بصوا يا حلوين، هنعتبر ان دي القطنه. التيم بتاعكم منتهى الاحترام حبيبه قلبي، عشان انتوا تستاهلوا كل حاجه حلوه. بصوا هنجيب القطنه كده ونجيب الجل ونغرقها جل ساقع، نغرقها تبقى مبكبكه، ماشي. وبعد كده هنحط القطن واحده هنا واحده هنا ونحطها على العين وننام نص ساعه. اعملي الكمادات دي مره كل يوم، مش كتير عليكي نص ساعه كل يوم، مش كتير عليكي خالص. مش عايزه اقول لك هتهدي الخطوه بتاعه الكمادات بتاعه الجل الكامومايل والاناناس لعينك، هتفرق ازاي للناس اللي عندها انتفاخات وجيوب حتى الوراثيه، ماشي. هتفرق معاكي جدا. انت كده كده عندك المنتجات، انا بقول لك التريكات اللي تعمليها بالمنتجات دي تاخدي منها اقصى نتائج واحلى استفاده في الدنيا، واحلى استفاده في الدنيا. عايزين تريكات ترميم البشره، حاضر. السواد اللي حوالين الفم يا منى، عندنا منتجات لسواد حوالين الفم بس، ماشي. بس لو انت اصلا واخده ترميم البشره، فمجموعه ترميم البشره لو استمرتي عليها التزمتي عليها مظبوط، الغمقان اللي حوالين الفم ده هيروح، وشنا كله بيتوحد ما شاء الله. ما عنديش حد التزم على مجموعه ترميم البشره الخمس ست اشهر الاولانيين، تمام، والوش ما تبدلش. الله اكبر ما شاء الله، يا رب يديمها نعمه. بخمس ها، عشان هتقولوا ايه مش قصدها، لا انا قصدي كان عندنا ورده فتحت.
ربنا يبارك لك يا دكتور ندى، كل وصفاتك الحمد لله بتجيب نتيجة سريعة وأحلى نتائج الحمد لله. تسلمي ويسلم تعبك معانا يا ندوش يا حبيبتي، تسلمي يا إيمي، ببقى مبسوطة إن الموضوع بيفيدكم والله. ماشي. كان في سؤال هنا، قالت عايزة تركات ترميم البشرة. واحنا بنعمل ترميم البشرة التركة اسم الجل ايه؟ جل الكامومايل والأناناس من جبين الشرب، ونازل عليه عرض. ماشي. بجد الله يبارك لك، اللهم امين يا رب، الدعوه بالبركه دي اكتبها من نصيب، اللهم امين يا رب يا قلبي. الانتفاخات تروح، دعواتك مضايقاني قوي. بصي يا هنا، عشان انتوا عارفيني برضو صريحه، التجويف بتاع العين والهالات بتتحسن بنسبه كبيره جدا، بس الناس اللي عندهم هالات بارده بنقدر لو التزموا كويس زيي، لان انا اصلا كان عندي هالات بارده ووراثيه غير التجويف، وزي ما انتوا شايفين كده الله اكبر، هنا وهنا اهو من غير فلاتر. تمام. طيب هنجيب نتيجة حلوة. الناس اللي عندها جيوب وراثية ما بتروحش بنسبة 100%. تاني، ما سامحوني يا جماعة، بس أنا ما بحبش أعشم الناس بحاجة مش هتحصل. أنا لما ببقى فاهمة حالتي وفاهمة سقف النتائج اللي ممكن أوصل لها إيه، بعمل الروتين بتاعي وأنا مرتاحة نفسيا ومبسوطة. دي دماغي أنا واقتناعي أنا، وفي كلتا الأحوال أنا ربنا يحاسبني على الكلمة اللي بتطلع. ماشي. الناس اللي عندها جيوب وراثية جينية، يعني هي العيلة كلها عندها الحتة دي جيوب، أولا كل ما بنكبر في السن الجيوب دي بتوضح وبتكبر معانا زيادة لو مش ماشيين على روتين. طب واللي ماشيين على الروتين مش عايزة أقول لكم بقى بتفرق معاهم سما وأرض. الناس اللي ماشيين على الروتين بتاع العين، ماشي، لا لما بتكبر ما بتبقاش شبه مامتها، ما بتبقاش شبه جدتها. لو هي ماشيه على روتين العين مظبوط بالتركات اللي بنقولها والجل والكلام ده كله ونحمي بالصن بلوك، بتفرق جدا. بس بتروح بنسبة 100% الجيوب الوراثية؟ لا، ما بتروحش بنسبة 100%. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ماشي. مجموعة الإطالة نستخدمها ازاي للأطفال؟ حاضر هقول لك حاضر. ماشي، هقول لك حاضر. ماشي. الحتة دي بس بأكد عليها تاني، ما بحبش حد يشتري منتج كل حالة مختلفة عن التاني. أنا بحب أقول لكل واحد نسب النتائج بتاعته إيه. الجيوب الوراثية بنسيطر عليها بشكل هايل، بتتحسن بشكل هايل، وكل ما بنكبر في السن وأنا ماشية على الروتين أو منتجات بسيطة بتفرق سما وأرض. ما ببقاش شبه الجيل الأقدم مني، لا بيبقى بشرتي أحلى بكتير وأحسن بكتير ومسيطرة عليها. لكن الجيوب الوراثية لا تذهب تماما. تاني حاجة، أنا عارفة إن في عمليات تجميل عشان تقص الجيوب دي، العين بيبقى شكلها مختلف خالص، ما انصحش حد بيها، ما انصحش حد بيها. كل اللي عملوا الجيوب دي نسبة كبيرة منها بترجع تاني بعد العملية الجراحية المؤلمة السخيفة جدا جدا. تمام. في نسبة كبيرة جدا حتى اللي ما بترجعش تاني تقول لي يا ريتني فضلت بعيني، نظرة عيني اختلفت. ماشي. ده كلام من ناس انا اعرفهم شخصيا عملوا العمليات دي. تمام. انت حلوة، ربنا راسم وشك رسم، ربنا المبدع راسم وشك رسم، سواء بالتجويف اللي تحت عينك او بالانتفاخ البسيط اللي تحت عينك، فهو بيرسم عينك. ماشي. ده انت دي بصمة وشك، بصمة ايد ربنا عليكي. ماشي. احنا بنعمل ايه؟ بنحجم المشكلة، نعالج المشكلة في الاطار اللي ربنا خلقنا بيه، بنحافظ على نعمة ربنا اللي مديهالنا وحبيهالنا، سواء وشنا او شعرنا او جسمنا او ضوافرنا او رموشنا او حواجبنا، بس مش عشان اغير شكلي اللي ربنا حبهوني. هو انا مش عارفه يا جوجو سؤالك ايه بالظبط. انا لما بستخدم منتج فيه ورد وشي اسمها بيور بتتحسس منه طبيعي. في ناس بتتحسس من جوز الهند يا جماعه، مش معنى ان حاجه طبيعيه ان هي مناسبه لكل الناس. انا عندي عملاء ومعايا بقالهم سنين وما شاء الله ماشيين معانا ونتائجهم هايله، بس انتي بتحببينا في شكلنا مهما كان، عشان دي حقيقه والله ما بقولش كلمه من ورا قلبي. مفيش ابدع من ايد ربنا علينا، مفيش ابدع من المبدع. هو ربنا خلقنا القصه كلها، واللي انا بنادي بيه على طول ربنا احنا نعمه، ربنا جسمك ده نعمه، جمالك نعمه، جلدك نعمه. ما ينفعش انا اسيب بقى جلدي ناشف ومقشف، ماشي، لما يقشر ويبقى وشي كله غمقان والهالات السوداء تترسم حوالين عيني وشفايفي تبقى مقشره وحوالين بقي يبقى غامق وايدي تبقى مكرمشه، ماشي، وكعوب رجلي مشققه.
ده اهمال ربنا هيحاسبنا عليه. ماشي، فاحنا بنهتم بنفسنا عشان احنا ربنا هيحاسبنا ان احنا نهتم بنفسنا. على فكره لازم تهتم بنفسك، النظافه من الايمان مهمه جدا. نقطه مهمه قوي قوي، جميل شوب احلى منتج في مصر، حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. عندنا ندى نعمل عمليات ليه؟ بصوا الكلام الحلو بقى، بصوا لما اقول لكم انتوا عيله واهل تقولوا لي ايه الكلام الحلو ده. تركات ترميم البشره. حاضر، ايه الفرق بين ترميم البشره الحساسه والبشره العاديه؟ طب عين. عندنا ترميم البشره بيعمل ايه؟ بيعيد بناء المجموعه دي، روتين بسيط جدا وبينفع لكل الاعمار. بيعيد بناء، بصوا الجدار ربنا عامل لنا بادي جارد على جلدنا من بره، تمام؟ طبقه ماشي من الكيراتين، ماشي، والبروتين على حتى وشنا، ماشي، طبقه من الكيراتين على وشنا، تمام. الطبقه الخارجيه دي اللي هو بيقولوا عليها حاجز البشره، جدار البشره، المسميات اللي بيطلقوها عليها دلوقتي، تمام. مع الاهمال، جفاف الشديد، استخدام مكياج مضروب ماشي، التعرض للشمس من غير صن بلوك، عمل التأشيرات والليزرات والخ الخ من الحاجات العك اللي انتوا بتعملوها، تمام. احنا بناكل الطبقه دي، تتاكل، ماشي. زي الناس اللي بتستخدم كورتيزون على العمال وعلى البطال وكريمات تقشير، انت بتاكلي طبقه من جلدك فبيترقق فبيتحسس فيتبهدل فيطلع نمش فيغمق فيطلع حبوب، هكذا بقى، تمام. ترميم البشره بتعمل ايه؟ بتعيد بناء الطبقه دي اللي انت كلتيها وضرتيها وبقت متضرره جدا ومهلهله، ماشي، مهلهله الطبقه الخارجيه بتاعت جلدك دي، تمام. بنبتدي بمجموعه ترميم البشره دي بتعيد بنائها مره تانية بشكل طبيعي وامن 100%، تمام. عن طريق ايه؟ عن طريق مستويات الترطيب، عن طريق مستويات ترطيب. وانا عارفه الناس اللي لسه بتتابعني، هقول بس الفرق بين ترميم البشره الحساسه والعاديه، المكونات اللي جوه المجموعه، ماشي. في العاديه بنديها للبشره حسب ما انا بشوف حاله البشره، فانا لو شايفه ان البشره مش متضرره قوي، مش مهلهله على الاخر، ما فيهاش نسبه التهاب، ما فيهاش كذا ما فيهاش كذا، بندي ترميم البشره العاديه. انما لو البشره فيها اي نسبه التهاب او احمرار، او احنا كنا عاملين اي معاملات كيميائيه لبشرتنا او معاملات حاده، بناخد ترميم البشره الحساسه. بمشي معاكم جوه الحيط مش جنب الحيط. اللي بيفرق ايه في ده وده؟ المكونات اللي جوه، حتى نوع الزبده الطبيعيه اللي بترطبي بيها. نقطة مهمة وسؤال بيجيلي كل يوم، ماشي يا ندى، ايه طبقات الترتيب الكتير اللي انت بتقوليها دي؟ انا هعمل لكم فيديو لوحده صغير، ماشي. اولا هو الحمد لله الفكرة دي فكرة تجميلية، انا بقولها متهيألي بقولها لكم بقالي اكتر من 7 سنين. حاليا الحمد لله وشكر الله بقالنا 2 سنين، تمام. اثبت علميا بالابحاث والدراسات المثبته في مواقع امريكيه ويابانيه وكوريه، ماشي، صحه، ماشي، ترتيب بطبقات تصل ل7 طبقات، وفي ناس بيقولوا 8 طبقات، من دراسه لدراسه بتختلف. في تكنيك كوري اسمه كي بيوتي، ماشي. التكنيك ده اللي هو سر جمال البشرة الكورية ونظريتها، اللي هو الترتيب ب7 طبقات مرطبات مختلفة للبشرة، تمام. عندنا الجلسات، انا بقول لكم معلومات بس عشان الناس. المجموعة الترميم البشرة عبارة عن ايه؟ صابونة وتونر بنقفل بيه، ومجموعة مرطبات بنرطب بيها اللي فيها صن بلوك. بنعتمد الصن بلوك كمرطب طبيعي، لانه بيفتح البشرة، بيهدي الالتهابات، وفي نفس الوقت بيرطب وبيوحد اللون، ده غير ان هو بيحمي. فالمجموعة اصلا جواها صن بلوك. حلو كده، دي مجموعة الترميم باختصار. فيها صابونة، فيها تونر، فيها الترطيب المائي اللي هو الجل، سواء جل الخيار، يعني بتلاقي حسب المجموعة اللي معاكي، لا جل الخيار لا جل الكاموميل، ماشي. وبتلاقي فيها الصن بلوك، العبوة دي الحلوة اللي احنا كنت لسه ماسكاها فين، ماشي، دي عبوتي انا المبهدله دي، بتلاقي فيها عبوه صن بلوك، وبيكون فيها نوعين زبده طبيعيه. دي المجموعه بتاعه ترميم البشره. فانا برطب، بغسل وشي بصابونه طبيعيه، تمام، وفي نفس الوقت بقفل المسام بتونر طبيعي، وبعد كده برطب ترطيب مائي كريمي
اويلي، يعني انا بديكي 3 طبقات اللي هو الحد الادنى من طبقات الترطيب للبشره، عشان بشرتك تتبني من اول وجديد، والحاجز المهلهل بتاع البشره ده يبتدي يتبني الخلايا بتاعته خلايا صحيه مره تانية. ماشي. الاسعار يا بنات على الخاص، الله يبارك لكم، والله ما فاكره الاسعار ايه، يعني انا مش عارفه. لو الادمن معايا على الفيسبوك تقول لي سعر مجموعه ترميم البشره الحساسه كام، عشان نازل عليها عرض حلو قوي. تمام. المجموعه دي بقى بتعمل كده. ماشي. طيب نرجع تاني، عشان الناس بتيجي تقول ايه يا ندى مش كتير قوي نحط زبده على الوش يا ندى، يعني نحط جل ونحط كريم ونحط سيرم ونحط زبده على وشنا، ده البشره تتعب قوي. لا، البشره بتتعب من الاهمال. اللي ندى بتقوله ده كنتوا قاعدين تقاوحوا فيا بقالي 7 سنين. تمام. دلوقتي احط صوابع في عين اي حد بقى بيقاوح، لان انا عارفه ان انتوا المعلومه لما بتجيلكم من الخواجه بتبقى حاجه حلوه، فالمعلومه جت من عند الخواجه الحمد لله خلاص. تمام. ان الترطيب بمستويات الترطيب تمام للبشره هي سر جوده الجلد. جوده، شايفين الجمله، جوده الجلد. ماشي. يعني ايه؟ يعني انا باجي بروح مرطبه بعد ما قفلت مسام بشرتي بالتونر، بروح حاطه انا عايزه بس مثلا لو قلنا اهو عشان اجرب قصادكم، بحط الجل. ماشي اهو. لو انا بحط سيرم هيلورونيك اسيد هحط بعد الجل السيرم، دي الطبقات المظبوطه. ثانيه واحده. حطيت السيرم، يبقى انا حطيت الترطيب المائي بعد السيرم بتاع الهيلورونيك اسيد. بعد كده بحط الكريم، فلو قلنا ان احنا ايه، هحط الصن بلوك اهو، احط الصن بلوك طبقه الترطيب الكريمي. اعمل مساج حلو بقى، خطوه المساج دي السر. لو بتقولوا التريكات، التركه في المساج، طريقه المساج. بص انا حتى ايدي، بصوا لما باجي ارطب ايدي تلاقيني قاعده ايه، امسكها تتفرد، خليها تتفرد معانا كده اهو. مجموعه ترميم البشره اهي نازله معانا عرض اليوم 11 ب 599 بدل 750، فيها كل المنتجات اللي انا قلت لك عليها دي، فيها صابونه وتونر وجل وصن بلوك واتنين زبده، يعني فيها 6 منتجات كاملين ب 599 بدل 750، فعرض ما يتكررش. وبعد ما حطينا بقى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بعد ما حطينا الكريم بحط الزبده. باخد الزبده بقى يا جماعه، الزبدات بتاعتنا خام قوي. شايفين التنتوفه دي؟ شايفين التنتوفه دي هتكفي ايدي وزياده. التنتوفه دي كده زياده. ماشي اهي. بصوا الزبده بتبقى ناشفه في الاول، بس عشان هي طبيعيه اول ما بتاخد درجه حراره جلدك بتدوب. قصادكم اهو لايف 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 اهو. ماشي. بس دي طبقات الترطيب. يبقى الفكره كلها، والفكره دي يا جماعه اثبت صحتها كوريا وامريكيا وبريطانيا وكوريا ويابانيا. تمام. انا عارفه ان المعلومه دي والله بفضل الله انا متبعه التكنيك ده، وده بحث خاص بيا انا بقاله 7 سنين، بس المعلومه جات لكم من الخواجه، فيا رب تقتنعوا. تمام. ده الصح. في اغلى جلسات سكين كير هي الكوري، الكوري اللي بتتعمل في كوريا، سيبكم من الهاتش اللي بيتعمل هنا. تمام. لو بصيتوا على الجلسات الكوري الاصلي بتاعت البشره، بيرطبوا، هو كل الموضوع بيغسلوا الوش كويس الاول، وبعد كده ينزلوا بترطيب ومساج بمستويات مختلفه للترطيب، بتصل في الجلسه ل 20 نوع مرطب. عشان كده بعد الجلسه فعلا بتلاقي الوش شكل الجلد اتغير. اغلى جلسات في العالم للسكين كير في كوريا، بس ما بيقعدوش يحفروا زينا ويجيبوا ابر ويجيبوا شفط ويجيبوا نفخ ويجيبوا العك اللي بيتعمل وشفرات ومواس، مفيش الكلام ده. هناك بيطبطبوا على الجلد، يا دوب تغسله تنضفه كويس، ممكن تعمل سكراب طبيعي. ماشي. تعمل كام ماسك وبعديه ادي ترطيب ومساج. ده الاساس. الناس اللي بتقول جودة الجلد الكوري عاملة كده ليه، عشان هم بيعملوا ده. ماشي. فلما ما نيجي نقول لك بقى رطبي ب3 مستويات ترطيب، ما تقوليش لا كتير على وشي يا ندى، لا كتير من الاهمال اللي انت اهملتيه السنين اللي فاتت. ماشي.
فعلا ترميم البشره بيقلل المسام الحمد لله. زبده الورد والكولاجين انا بعشقها جدا، نعومه ولمعه وشد للبشره، بحبها جدا. هي وزبده جوز الهند ما اقدرش استغنى عنهم الحمد لله. من سنه رحت لاخصائيه بشره لقيتها بتستخدم منتجات جميل شوب في جلساتها الحمد لله. احنا عندنا الحمد لله انا في مراكز كوري في مصر بفضل الله والشكر لله، لما عرضت عليهم منتجات جميل شوب حاليا بيستخدموها في جلساتهم مع المنتجات الكوري من كتر الجوده. بس دي مراكز بتعمل حاجات باسعار اوفر شويتين تلاته. فالحمد لله عندنا في عيادات تجميل كتير جدا جدا الحمد لله حاليا، دكاتره ماشي بيرشحوا منتجات جميل شوب الحمد لله وشكر الله، فضل الله فضل الله وحده. تمام، ده بالنسبه للمجموعه. كان في سؤال هنا معلش هو المبرد هنا عن زبده الكاكاو. زبده الكاكاو يا ندى ما بنعرفش نستخدمها يا ندى، تعالي منك ليه، تعالي لي هنا. فين زبده الكاكاو؟ اهي زبده الكاكاو اهي. انا عايزه المبرد بس. شكرا. زبده الكاكاو اهو لايف. انا مش عارفه كان اسمك ايه اللي بتقولي صعب التعامل معاها. حجر عشان خافوا ربنا ما بغشهاش. انا ممكن احط لكم عليها، احط على الكيلو 5 كيلو فازلين وابيعها لكم وتنبسطوا ماشي. بس انا ببيعها خام بما يرضي الله زي ما بتيجي من غانا بالظبط. ريحتها انت بتفتحي قطعه شوكولاته طبيعيه فريش اهي. العبوه فاتحاها معاكم اهي، ناشفه، بتبقى ناشفه جدا فعلا، هي انشف حاجه. بس هي اكتر زبده ملمسها غير دهني وتنفع حتى للمنطقه اللي تحت العين. انا هطلعها ازاي؟ مش هقولك بضوافري اهو، مبرد ضوافر اهو اهو. بقشرها بس كده، تتقشر كده كانك بتبشريها اهو. يلا بينا على اللايف. ولو دابت تديني 100 جنيه. لما القفده يجي لك تبعتي لي هديه لو دابت اهو قصادك اهو. بس بقت اويل اهي 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 في ثواني، في لمح البصر. ايه الصعب بقى؟ ايه الصعب؟ الخامات بيور نقيه جدا، محدش يقول لي الزبده صعب استخدامها اهي. دي اقوى يعني انشف زبده طبيعيه ممكن تستخدميها، ومش هتلاقيه حد بيبيعها غير عندنا اهي. بتدوب ايمان اهي اهو. محدش يقول لي صعب. لايف، لا فيديو ولا ايديت ولا لا سحر ولا شعوذه اهو. تاني انا بشرها بصوا اهي اهي قدامكم اهو اهي. عايزين نعرف مساج الوجه؟ حاضر هنقول اهو. اتحولت لاويل اهي. دي تحفتين. ايوه يا هند قولي لهم. زبده الكاكاو اولا ريحتها شوكولاته تمام، شوكليت ماشي، وملمسها حلو قوي قوي قوي، بتفتح الجلد بشكل رهيب. انا برطب بيها حوالين عيني. يعني الناس كنا لسه بنتكلم على المنطقه بتاعت العين. زي ما انا قلت لك زودي زيت الكافيين، زودي زبده الكاكاو الخام، وعامله لكم منها العبوه الصوت الصغيره للعين. بدل ما تاخدي العبوه الكبيره خدي العبوه الصغيره، نازله عرض لحد بعد بكره ما اعرفش ب 40 جنيه ولا ايه. الزبدات دي سحر بجد وترطيب تحفه الحمد لله اهو. دي زبده الشوكولاته من زبده الكاكاو، هي خام يا جماعه، محدش بيبيعها كده خالص تمام. والله لو لقيته براند اولا هيكون مستورد بيبيع الخامه دي بنفس الجوده دي، والله الحجم ده ما هيقل عن 700 800 جنيه. احنا بنبيعها معرفش ب 100، مش فاكره بنبيعها بكام يا بنات، قولوا لي السعر كام. زي السكينه في الحلاوه ايوه ما قولي لي زبده الكاكاو نازل عليها عرض كام ماشي. عامله فيديو حلو قوي يا بسمه، ريل منزلاه قبل اللايف. اول ما اللايف يخلص خش اتفرجي عليه، قايله لكم الفروق البسيطه اللي بين الجل وبين الزبدات ماشي. مش عايزه اقول لكم اصلا مخليه ايدي زي النعومه زي القطيفه مش الحرير. عامله لكم فيديو يا جماعه الفرق بسرعه بين الزبدات. الفيديو دقيقه ماشي، نازل على الانستجرام ونازل على الفيسبوك وهنزله لكم على التيك توك. خشوا هتعرفوا الفروق بين انواع الجل وانواع الزبدات ماشي يا حبايب قلبي. روتين التبييض بتاع ايه؟ لو اتكلمنا عن الوش انا ببتدي بترميم البشره عموما. يعني تعالوا لي بقى، عندك حبوب،
عندك تصبغات عايزه تفتيح، انا ببتدي معاكي زي ما قلنا الاساس ايه؟ البادي جارد اللي بره، الطبقه الاساسيه تعبانه، فهعمل ايه؟ هقومها الاول، هديها مناعه، هبنيها من اول وجديد عشان تبقى جاهزه. لو انا بقى عايزه اعالج مسام، اعالج ندبات، اعمل تفتيح، ادخل فيتامين سي، اعمل كل الكلام ده كله، ما بينفعش احطه على بشره يا عيني تعبانه وهلكانه، ما ينفعش، ههلكها زياده وكانك بترمي فلوسك في الارض. رغم ان في ناس بتخش هي عايزه تشتري مجموعه الكولاجين، عندي مجموعه اسمها مجموعه الكولاجين، عندي مجموعه اسمها مجموعه الحبوب. مجموعه الكولاجين على فكره على ما تاخدها بمشتملاتها هتبقى اغلى بكتير من الترميم، بس انا برفض ابيعها واقول لها لو هتشتريها اكتبي لي ان انت شاريها على مسؤوليتك الشخصيه. ليه؟ ماشي، رغم ان هي اغلى، عشان الموضوع عندي مش موضوع بيع وشراء، الموضوع عندي يهمني ان انت ترجعي لي بريفيو كويس. زبده الكاكاو الخام يا جماعه نازله معانا ب 140 بدل 165. ماشي، والله بره لو لقيتوا الخامه دي الحجم ده ما هيقل عن 650 جنيه 700 جنيه. ماشي، شكرا. ندوش في سؤال هنا. بديل لزيت الارجان كدهان للشعر؟ لا. تمام، هتاخدي السيرم. طيب، وان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله على الحجز الجاي احاول اكون وفرت زيت الارجان، موجود والله في السوق ونفس العلبه ونفس الازازه، بس الزيت مضروب من جوه. تمام، فانتوا عارفيني يعني موجود، بس انا لو الحاجه مش مظبوطه ما ببيعهاش ما بجيبهاش، فموجود المضروب بتاعه موجود. بس انا مستنيه ان شاء الله هيجي، المفروض في شحنه من المغرب جت بس لسه ما طلعتش يعني، فاول ما توصل باذن الله يا رب على الحجز الجاي يكون زيت الارجان موجود. ملح النعناع تحفه يا ندوش، بيخلي فيه انتعاش وجميل وريحه تحفه، الحمد لله وشكر الله، ربنا يبارك لك يا حبيبتي على امانتك بجد، اللهم امين. يا جماعه ما بنعملش ديرما، الديرما يا جماعه دي جريمه في حق البشر وبصيلات الشعر، والله طلع دراسات دلوقتي بتقول ان دي جريمه، لان هو بيبوظ شكل الخليه، بيشوه الخليه بتاعت الجلد وبتاعت الشعر. كلام الخواجه مش كلام ندى، ده كلام الخواجه على مواقع رسميه يا جماعه، احنا هنا لسه بنستخدمها ليه انا معرفش. الديرما يا جماعه انا من اول ما طلعت وانا قلت الكلام ده، بس كلام انا ما ندى دي بتاعتنا كده وبتطلع معانا على الكنبه، فالكلام ما بيتاخدش بيه. انما الكلام جاي لكم الخواجه خلاص بمواقع رسميه، الديرما بتشوه الخليه بتاعت الجلد. ايه الميزه ان انا امسك حاجه فيها سنون واقعد اشرح في وشي اشرح في شعري؟ انا اعمل مساج، عايزه الفايده الحاجه اللي انا بحطها على وشي او شعري نستفاد بيها، بنعمل مساج. حبايب قلبي محدش يقول لي ممكن تردي على سؤالي، لان انا لو شفت السؤال كنت رديت، انا متابعه 3 تليفونات على 3 ابلكيشن، اللي عندها سؤال تكتبه تاني. طيب الناس بتسأل طب انا خلصت مجموعة ترميم، بتمشي على مجموعة ترميم البشرة 6 شهور، بعد كده بدخلك معاها منتجات كولاجين ومنتجات تفتيح، ممكن ننقل بعديها على روتين كامل يشتغل على التفتيح، انقل بعديها على روتين كامل يشتغل على الكولاجين وتنشيط انتاج الكولاجين بباور رهيب للبشرة، ممكن نشتغل بعديها على المسام الواسعة والحبوب اللي فوق الجلد وتحت الجلد. تمام، ومع مجموعة الترميم اصلا انا بديكي كريم الحبوب وزيت شجرة الشاي بتتعاملي بيهم على الحباية واثر الحباية، وما شاء الله الله اكبر ناس كتير معانا على ما خلصت مجموعه ترميم البشره كانت جايه اصلا عايزه مجموعه الحبوب نقلنا على الكولاجين. يعني هي لما التزمت مظبوط على الروتين مع كريم الحبوب وزيت شجره الشاي، لما خلصت ال6 اشهر بتاع الترميم قالت لي لا حبوب ايه اللي انا عايزاه، انا البشره بقت فل، اديني كولاجين وتفتيح يا ندى. ماشي، وخدنا كولاجين وتفتيح يا ندى. حبايب قلبي، تفتيح غمقان حوالين الفم برضه هنمشي على روتين ترميم البشره، فهيعمل الترطيب بالطبقات، هيعالج الغمقان ايا كان السبب. ما بديش سكرابات في الاول، ماشي، بس ممكن بعد 3 اشهر او شهرين التزام على الاقل. تمام، بترجعي الناس اللي عندها غمقان حوالين الفم بديكي كام ماسك على كام سكراب طبيعي بيسرع معانا النتائج، بس ما ببيعلكيش ماسكات وسكرابات في الاول. بعد ما تلتزمي على الروتين مده ما تقلش عن شهرين بديكي كام ماسك طبيعي حلوين قوي وسكرابات ناعمه جدا بقشور طبيعيه نباتيه
بتفتح بتسرع معانا تفتيح المكان ده. ماشي، ما تقلقوش. انا اسفه لو في اي حاجه، في ريفيوهات حلوه قوي، والنبي الناس اللي كاتبين لي ريفيوهات حلوه على الانستجرام الله يبارك لك يا شيخه. اول ما اقفل اللايف بينزل لي اللايف، الانستا بينزل لي اللايف من غير ولا كومنت ولا ريفيو ولا اي حاجه. الله يبارك لكم، بخشوا على اللايف بتاع الانستا ادوني عليه قلوب واكتبوا لي كومنتاتكم الحلوه، اكتبوها تاني لان هو بيطيرها، ربنا يسامحه. عندنا يا جماعه ما عندناش فرد للشعر، ماشي، عندنا مجموعه ترميم الشعر طبيعي. يعني ايه ترميم شعر طبيعي؟ يعني بتعيد بناء الروابط الامينيه بتاعه الشعرايه مره تانية، بتمدها بالكولاجين الطبيعي والبروتين الطبيعي، فبتعيد بنائها مره تانية، مع ان احنا بناخد روتين للبصيلات، اغذي البصيله من جوه. فلما بغذي البصيله من جوه اللي هي الساق بتاع الشعرايه زي الكرسي اللي قلناه قبل كده، وبعد كده ببني من بره الروابط، بنشوف نتائج هايله. واسالي على الريفيوهات وشوفي الريفيوهات قبل ما تشتري. الامانه والضمير يعني ده. تسلمي يا هدير، الكلام ده كبير قوي. انت تستحقي كل الدعم لانك مميزه. تسلمي يا رب، الله يبارك لك. ايه الفرق بين الشوجري قصدك والسكراب الكريمي؟ الشوجري هو انا عندي جوه بس انا مش قادره اقوم بصراحه. الشوجري يا جماعه بيكون الحبيبات بتاعته عباره عن سكر بس خاصه بالسكراب. ثانيا بيكون اويلي، مليان زيوت طبيعيه تقيله قوي. تمام. انما السكراب الكريمي بيبقى كريمي وخفيف، والحبات بتاعه السكراب بتاعته سكراب نباتي، حاجات نباتيه. تمام. فبيبقى امن حتى على البشره. فالناس اللي بتبقى عايزه حاجه تعمل مقشر وفي نفس الوقت تدي ترطيب، الناس اللي بشرتها جافه قوي او للجسم، فتستخدم الشوجر. لو عايزه حاجه للوش ويكون حنينه استخدمي الكريمي. طيب كان في سؤال هنا اتكرر كذا مره، بس عشان محدش يقول ان انا اهملت في حاجه. طريقه استخدام مجموعه الاطاله للاطفال. اول حاجه بفرق الشعر، بعمل فروقات. الفرق من اول هنا لحد هنا، عشان في بتروح حاطه في النص ودعجه وخلص الموضوع، ما بتجيبش النتيجه كويسه. ما ترميش فلوسك في الارض. تمام. بتفرقي الشعر كويس. اولا بتفرقي الشعر نصين. تمام. وبعد كده بتجيبي الميكس بتاع الزيوت ترجيه كويس، تحطي نقط وتدلكي. وبعد كده زبده الجرجير هتاخدي منها وتحطي وتدلكي. اعملي مساج حلو بصوابعك مش بضوافرك. يعني ايه بصوابعك؟ يعني كده مش كده، كده مش كده. ماشي. طيب انا عملت الفرق اللي في النص، اخد من بعده فرق ايه كده. عارفه الكوافير؟ تجيبي فرق اللي بعده على طول لحد ورا هنا، وتحطي بنفس الطريقه الزيت وفوقيه زبده الجرجير وتدلكي، وهكذا لحد ما تخلصي كامل فروه الراس. لو انت مش واخده مجموعه الترميم، تقدري زبده الجرجير كمان تاخدي منها حبه كده، وتاخدي خصله خصله للشعريه نفسها، وتدلكي الشعر نفسه بزبده الجرجير. تتعمل حمام للشعر نفسه هايله. بعد كده لف شعر البنت باسترتش المطبخ او البونيه. ماشي، البونيه بتاع الشاور كاب. تمام. استرتش المطبخ افضل طبعا، بس لو ما عرفتيش او البنوته شقيه شويه اعملي لها البونيه. تمام. هتسيبيه من 2 ل6 ساعات. وبعد كده تخشي تغسلي لها شعرها بالشامبو كويس جدا. نغسل شعرنا بالشامبو الرغوي من 2 ل3، ما تسيبيش اي اثر دهني. بعد كده بتغسلي اخر غسله بالشامبو الكريمي. بعد كده تستخدمي الحمام الكريم بتاع الاروما كير على خصل الشعر، وبتشطف بميه بس. على ما تخلصي حمى البنت بقى هنشطف الحمام الكريم بالميه بس. لما تخرجي هتنشفي لها شعرها بفوطه قطن عادي او المايكرو فايبر المتوفر عندك. هتدهني الشعر البنت بسيرم بتاع الكافيين مثلا، خديه معاهم. ماشي، السيرم بتاع الكافيين هتدلكي بيه شعر البنت وسرحي. لو شعر البنت مجعد شويه، نصيحه مني، بعد السيرم وتدلكي السيرم سيبي الشعر يتهوى يا دوب يبقى مندي، ولفوه لها طاقيه من غير ما تقلبي الشعر. عملت لكم فيديو وقولي للادمن تبقى تبعتهولك. تمام. نعمل طاقيه من غير ما نقلب الشعر، عشان قلب الشعر ده مشكله كبيره. ماشي. وبعد كده تلبسيها بني ستان او طرحه ستان. ماشي. انا كده عملنا حاجات كتير في بعضها. ماشي. الحمام ده بنعمله كام مرتين بس في الاسبوع. طيب لو عندك بركاب، مش هتستني الساعتين وال6 ساعات، انت هتعملي الخطوات بتاعه المساج بتاع فروه الراس دي، وتحطي البروكاب تلت ساعه وشكرا على كده. بس بعد ما تشيلي البروكاب هتعملي مساج حلو جدا لفروه الراس والشعر قبل ما تغسليه. ماشي. قلت لكم كده كل التركات.
ده بالنسبه للروتين الاسبوعي، بيتكرر مرتين في الاسبوع. الروتين اليومي معانا سبراي الانبات، بترجي وترشي على بصيلات الشعر وتعملي مساج يومي 3 مرات. مجموعة الإطالة تحفة، ومجموعة الإنبات من 3 شهور وظهرت النتيجة، وقف التساقط ما شاء الله، وبقى متغذي وناعم الحمد لله وشكر لله يا شيرين. الشوجر ينفع نعمل بيه الوش؟ اه ماما مفيش مشكلة، ما هتعمليه عادي سكراب، تعملي سكراب بس ما تتعجيش قوي عشان الحبوبيات بتاعته بس أدخن شوية، بس مش أكتر من كده. أنا كده متهيألي لازم كمية الحبوب مع مجموعة الترميم. بناخد مجموعة الحبوب ليه؟ اغلبكم اللي بيجي بتعمل ترميم للبشره حتى لو مفيش حبوب واضحه. اصل انتوا، انا بعاني من حاجه، انتوا بالنسبه لكم ان بشرتك فيها حبوب لازم تبقى في حبايه حلوه تملى العين كده وليها راس كده فوق وشك، دي الحاجه الوحيده اللي بتقتنع ان هي حبوب. لا، في حاجات عندنا احنا في تخصصنا دي اسمها حبوب. في حبوب تحت الجلد بتبقى بنفس لون الجلد، ماشي؟ تبقى ازاي؟ انت لو حطيتي ايدك كده على وشك هتلاقي وشك ايدك ما بتتزحلقش، ما دام جلدك خشن كده، دي كلها حبوب بلون الجلد تحت الجلد، الجلد تحس ان هو محبب. لما احنا بنعمل ترميم وبنعمل تجديد خلايا وبنبني الطبقات الخارجيه دي، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هي بتعمل ديتوكس للمسام، فكل الحاجات اللي مش كويسه اللي تحت الجلد في الطبقات اللي تحت بتبتدي تطلع. فالحبوب اللي تحت الجلد اللي انت مش شايفاها دي، او انت مهملاها او مش عايزه تشوفيها، تمام، كلها هتطلع بره. فلما هتطلع بره، عشان انا بخلي البشره تتنفس، بنبني طبقه جديده غير المهلهله اللي احنا بهدلناها، تمام، فبنبنيها على نظيف. فالحبوب اللي تحت الجلد كلها بتطلع مع الترميم. فبتعامل مع الحبايه اللي هتطلع بايه؟ بكريم الحبوب وزيت شجره الشاي، بحطهم على الحبايه وقصر الحبايه ان شاء الله 6 7 مرات في اليوم. حلو كده. عشان ايه؟ وقصب الحبايه ليه؟ عشان مش اول ما الحبايه خلاص تروحي سايباها، انا عايزاكي مع الترميم، بعد الترميم وشك يبقى بدر منور رايق وفايق، تمام. فبحطه على الحبايه وعلى قصب الحبايه عشان في اخر الروتين بتاع الكرسي بتاعك وشك يبقى رايق، لا في حبايه ولا في قصب الحبايه كمان. انا قلت رديت على السؤال يا حبايبي. انا لما عندي حبوب تحت الجلد ولما بلعب فيها بتسيب ثقب، انت مصيبه سودا، لان انت كده الحبوب بتاعتك هتعمل لك ندبات، والندبات قلنا ان هي اسوأ حاجه في الكوكب ممكن تتعالج. عندك متلازمه او عندك حاجه معينه انت عارفه عيبك فين، صلحيه. ينفع اعمل حمام زيت للشعر بزبده الورد والكولاجين؟ بصي يا هند، لا، ماشي، زبده الورد والكولاجين افضل جدا للجلد وللجسم، تمام. انما للشعر عندك زبده الزيتون وعندك زبده الجرجير، ممكن نخلطهم بزبده جوز هند، ممكن نخلطهم بزبده شيا عاجي او زبده شيا صفرا، زبده كاكاو خام، كل ده ممكن نعمله حمامات للشعر. انما مثلا زبده الليمون، زبده الفراوله، زبده المانجا، زبده الورد والكولاجين، لا، مش مناسبه للشعر خالص ولا حتى حمام. انا عملت تخسيس للاسف، المصيبه اللي بتحصل كل مره بنخس بطريقه غير صحيه وشعرنا وقع بطريقه فظيعه. الوصفات يا حبيبه قلبي، الناس اللي بتسال على وصفات، الحسابات بتاعتي مردومه وصفات، محدش عامل لكم وصفات حلوه والوصفات عليها ريفيوهات للناس اللي جربوها غير نادر الهمشاوي بفضل الله وحده، تمام. خش على الحساب، عملت لي ندبات اهو، ما انا لسه بقول لك الناس اللي بتعمل زيك لازم هتعمل ندبات، ماشي. حبيبه قلبي خشي بقى، لو عايزه استشاره احنا فاتحين الاستشارات وفاتحين الحجوزات وفاتحين عروض ناقص يومين، ماشي. اي حد عايز وصفه، الحسابات انا بنزل وصفات يعتبر بشكل يومي، بشره، شعر، جسم، رموش، حواجب، لايدين، لرجلين، كل ده موجود، ماشي. انا طولت قوي، انا بقالي اكتر من ساعتين. مي علي، كسبتي معانا على الفيسبوك يا مي هديه.
جوجو يوسف كسبتي معانا على الانستجرام هديه واحده بس اللي بتكسب، ان شاء الله اطلع معاكم لايف بكره وثلاثه تاني هيكسبوا. اللي ما لحقتش تكسب النهارده تكسب بكره. نبص هنا على التيك توك. ندوشه، ندوش، 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 انت كسبتي معانا هديه يا ندوش. ندوش اكتر واحده عملت شير لللايف. ندوش اكدي عليا ان انت سمعتينا، الله يبارك لك، انت كسبتي هديه معانا يا ندوش. اكدي معايا بس ان انت سمعتيني. الله يبارك لك يا رب يا ندوش. يا ندوش اكدي عليا ان انت سمعتيني يا ندوش، كسبتي معانا والله هديه في اللايف. اكدي عليا ان انت سمعتيني. ندوش لسه بتعمل شير، والله هي البنت مركزه في الشير. وانا والله بحبك يا اسماء، ربنا يسعدكم يا ندوش. كسبتي عشان تخش لنا تاخدي هديتك يا ماما. طاقة إيجابية بطريقة فظيعة حبيبة قلبي، يا رب دايما أكون بطلع أديكوا طاقة إيجابية يا رب، اللهم آمين. هي الشعراية بتقولي الشعراية الضعيفة يا ندوش، الله يبارك لك، ردي عليا يا ندوش. اسمك ندوش على التيك توك، بتعملي شير، كسبتي معايا هدية وربنا. هي ردت، سمعت سمعت. مبروك. بيخش للادمن بقى، قولي لها على الهديه بتاعتك وانت بتعملي الاوردر. عايزه الهديه لوحدها برضه عنينا، ما عندناش مشكله. كم... بجد انت وجودك نعمه في حياتنا يا دوش. تسلمي يا شيرين والله، ربنا يبارك في حضرتك حبيبتي يا جوجو، مبروك عليك الهديه. يا نود اللون البينك اللي في خدودك ده قمر، تنتج جرين شوب. الميكس بقى، انا ده ميكس بقى بين الثلاث الوان مع بعض، ميكس بالثلاث الوان مع بعض الحمد لله. تنتج جرين شوب يا جماعه بلا فخر، مجموعه النو ميك اب. خلاص يا بكره المره دي اللي كسبت جوجو استنيني بكره في لايف جديد. كل يوم كل مره بطلع لايف بكسب واحده على كل ابلكيشن هديه مجانيه. ماشي. سؤال مهم جدا واتكرر كتير، الناس بتقولي ايه، انا شعري بيقع، بيجيلي وصف كده على طول، انا شعري بيقع وما بيطولش وعندي فراغات. هو طبيعي ما دام احنا الشعر بيقع وفي فراغات ان هو مش هيطول، لان البصيله ميته جوه، احنا بنتعامل مع حاله صلع نسائي في الاغلب، تمام؟ او البصيله ميتانه، ما هي مش قادره تقوم اساسا، ده هي متعلقه على الفاضي، متعلقه على الفاضي. ده بالنسبه للشعرايه. انت روحك حلوه واسلوبك راقي، ميرسي قوي والله، انتوا اللي حلوين. انا هجاوب بس على الحته الاخرانيه دي عشان السؤال ده اتكرر، بتاع الشعريه الضعيفه اللي بيطلع بدلها شعريه برضو ضعيفه. يطلع بدلها شعريه ضعيفه لو احنا مش عاملين روتين، انما لو احنا شغالين مثلا بمجموعه انبات الشعر، فاحنا في الاول هيقع الشعر اللي هي البصيلات اللي قلنا ميتانه جوه دي، منظر على الفاضي، هتقع عشان يطلع مكانها شعرايه قويه صحيه. عشان كده الريفيوهات اللي انت شايفاها دي اللي بتقولك ايه، مع مجموعه الانبات انا شعري بقى صحي، الشعريه نفسها كمان طالعه حلوه، طبيعتها كويسه، قادره تطول، وتطول ما تطلعش عامله فرع رشيد وفرع مش عارفه ايه التأنيل ده، لا، طالعه شعريه محترمه، سمكها محترم، وشعريه صحيه ولونها محترم والكلام ده كله. طيب امتى الشعريه الضعيفه لما تقع تطلع بدلها شعريه ضعيفه تانية؟ للاسف لو بنتعامل بشكل كيميكال، يعني مثلا المينوكسيديل للاسف من مساوئه، بعيد ان انت لازم تستمري عليه على طول، وان لما بيتوقف الشعر اللي طلع بيقع تاني وياخد معاه حبه كمان، ان الشعر بيطلع عامل زي القش، ناشف وكانه مكهرب، مش واخد نفس طبيعه الشعر الاساسي. ماشي، اللي هو بيطلع بالعافيه، الشعريه اللي بتطلع بالعافيه بطريقه غير طبيعيه، تمام، تطلع بدل الشعرايه الضعيفه شعرايه ضعيفه، تمام. انما لما بنغذي بشكل طبيعي ونشط البصيلات وخلي البصيله نفسها هي اللي متغذيه، والبصيله نفسها اللي قادره تغذي بنفسها، تمام، بيطلع بدل البصيله الضعيفه بصيله قويه. ومقابل البصيله القويه دي ايه؟ شعر بيطول، ياخد طول معدل طول ما شفتهوش قبل كده، تمام، شعريه صحيه وسمك صحي. الشعريه وهي بتطول ما بتتقصفش، يعني في ناس تقول لي انا شعري كده،
لو جاب كده لازم كل ده يتقص، لان عامل زي المقشه. مع الحمد لله وشكر الله مع مجموعات بتاعه الشعر بتاعه الانبات او الاطاله حسب حاله الشعر حسب ما بوصف لك. تمام. ما شاء الله الله اكبر، الشعريه لما بتطول بتجيب لحد نص الظهر. ماشي. مش محتاجه تتقص، الشعريه نازله حلوه ماسكه نفسها وتد كده. ده الفرق. امتى الشعريه تطلع؟ لما تقع الشعريه الضعيفه تطلع شعريه ضعيفه تانية لو انا ما بغذيش الشعر او بطلعه بشكل كيميائي حاد وهمي. ماشي. انما انا لو انا مديه فرصه وبغذي البصيله وبقومها وبخليها هي اللي تدور بنفسها، ماشي، ده حاجه مهمه قوي. مثال بسيط جدا الفرق بين العلاج الطبيعي في الجرين شوب والريفيوهات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي وبين اي حاجه تانية بالنسبه للشعر. زي العربيه، العلاج الكيميكال بالنسبه لي مثلا بالمنوكسيديل زي العربيه اللي موتورها واقف والبطاريه ضعفانه وفي ناس بتزقها. انا المينوكسيديل بتزق، بس اول ما هوقف الناس اللي بتزق دي تقف، العربيه هتقف. ماشي. العلاج الطبيعي مختلف في ايه؟ العلاج الطبيعي لا، انا بعالج الموتور نفسه بتاع العربيه، انا بشحن البطاريه اساسا عشان الموتور بالبطاريه بتاعت العربيه نفسها هم اللي يدوروا وهم اللي يمشوا العربيه، ما بقاش محتاجه ناس تسوق. تاني المثال ده تاني مهم جدا. ايه الفرق بين انبات الشعر وتطويل الشعر في جرين شوب عن اي حاجه تانية او اي تكنيك تاني؟ ان احنا في الجرين شوب زي العربيه بالظبط، هنعتبر ان شعرنا ده والبصيله بتاعت الشعر زي العربيه اللي وقفت مكانها خلاص ما بتدورش. العلاج الكيميكال وخاصه هتكلم عن المينوكسيديل، ما بتكلمش عن منتج طبعا معين. ماشي. كأن انت جبتي ناس من الشارع قلت لهم زقوا العربيه دي مشوني، اول ما الناس دول يقفوا اللي انت هتوقفي رش المونوكسيديل ايه اللي هيحصل؟ العربيه هتبط تقف مكانها تاني مش هتتحتح. طيب العلاج الطبيعي اللي هو ايه؟ لا انا ما بعتمدش على الناس اللي من بره، انا ما بعملش حاجه وهميه تمشي العربيه، لا انا بصلح الموتور نفسه وانضفه واشحن البطاريه بتاعت العربيه نفسها عشان هي من جواها هي اللي تقوم نفسها بنفسها فالعربيه تمشي من غير مساعده حد. هو ده اللي احنا بنعمله في الجرين شوب. وعلى فكره ده احدث تكنيك تجميلي اتقال في احدث واجدد المؤتمرات الطبيه التجميليه. ماشي. ان احنا مش عايزين نعتمد على طول على الحاجات اللي من بره، لا احنا محتاجين التكنيك الحديث. مش عايزه ادخلكم في مصطلحات مجعلصه يعني. تمام. بس التكنيك ده اشرحه لكم بطريقه بسيطه، مش عايزه اقول لكم مصطلحات. ان احنا بنخلي الحاجه نفسها اللي تقوم نفسها، يعني خلي البصيله بنفسها تعيد بناء نفسها بنفسها وتقوم وتشد وتطول الشعرايه وتنبت الشعرايه. ماشي. ان انا اخلي البشره نفسها انتاج الكولاجين فيها يعلى، ان انا اخلي البشره نفسها نسبه التصبغات فيها تقل، هي اللي تعمل ده بنفسها. ماشي. اوصل الجلدي للمستوى ده او اوصل بصيلات شعري للمستوى ده. هو ده ده كمان احدث مدرسه تجميليه سواء طبيعيه او غير طبيعيه بيحاولوا يشتغلوا على الجزئيه دي دلوقتي. تمام. يعني بتقال اسمها بايو سيميليشن. تمام. اللي هي بتخلي جلدك نفسه هو اللي يقوم بالمهمه، بتنشطيه هو، بتدي جوده للجلد معينه مع تنشيط معين تخليه هو اللي يقوم نفسه بنفسه. تعملي كده مع بصيلات الشعر او الشعرايه. ده احدث تكنيك تجميلي اتقال في احدث مؤتمرات علميه طبيه تجميليه. يا رب اكون قدرت اوصل، بحاول معلش. علاج للنمش، لو النمش وراثي ما بيروحش بنسبه 100%. تاني، النمش وراثي انت اصلا مولوده بنمش بنسيطر عليه ونعمل نضاره للوش، اوكي، انما ما بيروحش بنسبه 100%. انما لو طالع لك حبه نمش نتيجه اهمال وعدم استخدام صن بلوك طبعا بيتحسن بنسبه كبيره جدا حسب توزيع النمش وكثافته وطبيعه بشرتك وبقاله قد ايه. ماشي. طولت عليكم. الف مبروك لكل البنات اللي كسبوا معانا. استنوني بكره ان شاء الله برضو الساعه 10 بالليل باذن الله في لايف جديد، معلومات مهمه جديده، معلومات كبيره قوي بنقولها بطريقه بسيطه جدا. تمام. يا رب يكون اللايف خفيف على قلبكم، يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومات كويسه. بعتذر لاي حد ما ردتش على سؤاله، اللي ما تردش على سؤاله يا جماعه يكتبوا تاني الادمن هترد عليكم. تمام. اي حد سائل اي سؤال عايز اي استشاره فاتحين الاستشارات يومين بس، احتمال من بكره اقفل باب الاستشارات ما اخدش ارقام تاني. ماشي.
فاللي عايزه استشاره تبعت من دلوقتي على رسائل على الخاص، اكتبي رقم الواتساب بتاعك وقولي لها عايزه احجز استشاره. طب مش عايزه استشاره وعايزه تسالي على عرض معين او مجموعه معينه، ابعتي للادمن برضه قولي لها، وقولي لها ابعتي لي لينك الويب سايت. ماشي؟ تقدري تشتري من على الويب سايت عادي زي ما تشتري من اي مكان. عايزه استشاره مجانيه علينا ليكي، احنا موجودين بنعملها لك مجانا فري، ما بناخدش منك فلوس وانت قاعده في بيتك اونلاين. تمام؟ وحتى الاستشاره المجانيه عاملين فيها كذا نظام عشان يناسب كل الناس. انا موجوده هنا عشان راحتكم، يا رب نكون بنفيدكم، يا رب نقول معلومات حلوه وبسيطه وجديده، بنوصل لكم احدث تقنيات حديثه للتجميل بطريقه يا رب تكون المصطلحات متهيألي ما بقولش اي حاجه ما تتفهمش يعني. ماشي؟ في يا جماعه حل التساقط بعد البروتين، الشعر اللي اتحرق بعد البروتين، كل الكلام ده. وشوفوا الريفيوهات قبل ما تشتروا. معانا عروض واستشارات مجانيه لمده 48 ساعه، ومش هنشوفكم تاني الا يوم 1 مارس ان شاء الله. واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. استنوني في لايف تاني، وهدايا جديده ومسابقات جديده واجابات لكل اسئلتكم. والسلام عليكم. نقفل هنا الاول. اوكي، نقفل هنا. باي باي.